مساء الخير صديقاتي وأصدقائي. من زمان ما حكيت على البث المباشر. وبظن أنه كتير منكم بيعرفوا السبب. اليوم حابب أنه أحكي بموضوع مسلسل دقيقة صمت. وطبعا رح حاول خلال الأيام أو الأسابيع القادمة أنه أحكي عن معظم الأعمال اللي تم تقديمها خلال الموسم الرمضاني الفائت، تحديدا الأعمال السورية. بالبداية بدي أطلب منكم تشاركوا الفيديو ليصل لأكبر عدد من الصديقات والأصدقاء. وهلأ خلال الشرح رح أقول ليش عندي رغبة يصل هذا الفيديو لأكبر عدد من السوريين. خلوني بلش بتوضيح نقطتين بشوف انه مهم وضحهم. النقطة الأولى، ليش السنة قررت انه اعمل هاي الفيديوهات واعمل جلسة، ما بحب سميها محاكمة نقدية، بس انه جلسة ابداء رأي بالأعمال الدرامية اللي تقدمت. النقطة الأولى هي للأسف الشديد الوسط الفني السوري عم بيعاني حقيقة من مشكلة غياب الناقد الحقيقي والواعي. لأنه النقاد بشكل عام أو غالبيتهم العظمى وتكاد تكون المطلقة، يعني لولا خشيتي من أنه أعمم لقلت كلهم بلا استثناء، بينقسموا بين ثلاث أنواع. النوع الأول هو بالأساس النوع ساذج وغبي ولا يملك الحد الأدنى من المؤهلات الفكرية لحتى يشتغل بمجال النقد الأدبي أو النقد الفكري أو حتى النقد الدرامي. عم بيشتغل بالقصة من باب سبوبة، مثل ما معظم الممثلين اللي بالوسط الفني اليوم هن داخلين بالقصة كسبوبة. الشباب اللي عم بيشتغلوا بالصحافة والصبايا اللي عم بيشتغلوا بالصحافة معظمهم داخلين القصة من بوابة السبوبة. وبعيدا عن الصحافة طبعا ما في عنا أي مجال لنقد الأعمال الأدبية والفنية والدرامية كجزء منها إذا صح التعبير. إذا النوع الأول من النقاد هن مجموعة من السذج المعاتيه اللي عم بيفتروا على شغلة هي مانا شغلتهم. النوع الثاني للأسف هن أصحاب مصالح ما بيقدروا غير يكونوا رهن إشارة شركات الإنتاج، لأنه هي عندها نفوذ وعندها مصاري، ورهن إشارة الممثلين النجوم. يعني اللي عاش بالوسط الفني أو دخل ولو من بوابة ما إلى الوسط الصحفي بيعرف انه عنا الصحفي مشان يشرب فنجان قهوة مع احد النجوم بفندق الشام على حساب هذا النجم مستعد يساوي هذا النجم الله حتى لو كان مقدم مادة سيئة. النوع الثالث من هدول النقاد والصحفيين يعني هن وبوضوح شديد ناس بيعرفوا حالهم دون المستوى، وليس لهم فرصة إلى الظهور إلا عبر تكوين علاقات جوا الوسط الثقافي والفني والصحفي. هدول بيختلفوا عن النوع الأول. النوع الأول هن ما عندهم ملكات فكرية، فهن بيقدموا نقد وبيفكروا حالهم عم بيقدموا نقد واعي، بس هن الحقيقة معتيه، ما عرفانين شو عم بيعملوا، ولا عرفانين شو مقولة المسلسل، عم نحكي هلا عن الأعمال الدرامية، ولا عرفانين يعني ما عندهم أساسيات النقد الفني، إن كان الروائي باعتبار المسلسل بالأساس هو رواية تلفزيونية هيك المفترض أن يكون، ولا حتى يعني ما عندهم مؤهلات أنه يعملوا نقد فني على مستوى الصورة، على مستوى الإخراج، على مستوى المكملات الفنية من ديكور وأزياء وأكسسوار وموسيقى. النوع الثالث اللي حكيت عنه هو نوع بيعرف حاله ما عنده هاي الإمكانيات، فهو الحل الوحيد إنه يصير صديق فلان وصديق علتان وصديق فلانة وصديق علتاني، أو صديقة فلان وصديقة فلانة وصديقة علتاني. غياب الناقد بالدراما، الناقد اللي بيقدر يعمل قراءة نقدية حقيقية للأعمال الدرامية، جزء من تردي الحالة الدرامية.
يعني الناقد منطقيا هو اللي بيعمل فرز، مثل ما الذهب في حدا بيشوفه وبيقول هذا ذهب حقيقي ولا تقليد. مفروض أي عمل أدبي أو أي عمل فني يكون في نقاد فعليين أخلاقيين واعيين، ما ضروري يكونوا أكاديميين، لأنه الأكاديمية أو الدراسة الأكاديمية ببلاد مثل بلداننا هي بتسوى صرماية. هلأ بس حكينا عن هذا العمل وعن أخطاء كارثية فيه، أكيد رح تسألوا أنه الدراسة الأكاديمية للدراما ببلادنا أحد أبرز وجوهها فايز قزاق وجهاد سعد، والاثنين أنا بحبهم وبحترمهم على المستوى الشخصي بلا شك. ولكن أنت بتكتشف أنه إذا اللي عم بتتخرج من تحت إيديهم أجيال هن ما بيعرفوا يقروا الورق اللي بين إيديهم وما بيعرفوا يقدموا ملاحظة نقدية، أو ما بدهم، لأنه إذا عملوا هذا الشيء بيتم إقصائهم خارج الوسط، كما تم إقصاء عدد كبير من الزملاء والأساتذة الفنانين المتميزين واللي عندهم إمكانيات كتير كبيرة. طيب، غياب الناقد بيؤدي إلى تردي المستوى الفني والدرامي، ويسود المزور والمزيف والكاذب على حساب الحقيقي والعميق، والذي يتحدث في البنى الفعلية للمجتمع، والذي يغوص إلى العمق بحثا عن الأسباب. بدي أحاول أنه ما أحكي بالفصحى، لأنه الحديث بالفصحى عم بيخلي في مسافة بين يعني اللي عم بيحكي وبين اللي عم بيسمع، ما بعرف ليش. بس مرات بيكون الكلام لازم يكون دقيق، فأفضل طريقة هي الفصحى. النقطة الأولى غياب الناقد هي اللي خلتني أحكي بهذا الكلام. النقطة الثانية مرتبطة بالشيء الشخصي، يعني أنا مارست العمل الصحفي ل5 6 سنين قبل ما أدخل على الوسط الفني، أو مع بداية دخولي على الوسط الفني. مارست العمل الصحفي باتجاهات مختلفة، يعني بس غالبيتها هي اتجاهات فكرية وثقافية. يعني قدمت قراءات بروايات، قراءات بمجموعات شعرية، قراءات بأعمال مسرحية، قراءات بمسلسلات. اللي كان بالوسط الفني أو الصحفي بين 2000 وال2004 أكيد بيعرف أنه أنا كان إلي مكان في الوسط الصحفي، رغم أني لم أكن موظفا، وكنت عضو مشارك باتحاد الصحفيين، وربما كنت من أصغر الأعضاء المشاركين باتحاد الصحفيين. كان يمكن عمري 20 سنة وقت اللي دخلت الاتحاد كعضو مشارك. طبعا دخول عضو المشارك ما بيصير بالواسطة، مشان ما حدا يخطر له انه هذا ما دارس صحفي شلون صار عضو اتحاد. لا، في قوانين، لازم تكتب عدد محدد من المواد خلال مدة محددة، وتكون المواقع، طبعا بوقتها ما في مواقع صحفية اليوم اي حدا بيسمي حاله اعلامي ويلا. كان في صحف رسمية، الصحف الرسمية كان بيكتب فيها أهم القامات السورية، مشان ما حدا يقول انه القامات تبع النظام، لا، نفسهم كانوا نظام ومعارضة. يعني هلا بتلاقي من نجوم المعارضة بالأدب والصحافة والفكر والفن على أساس لنجوم النظام كانوا بهي المجموعة. فإنه واحد عمره 20 سنة يقدر يخترق، كان هذا له خصوصية كتير كبيرة، ولازم يكون هذا الشخص عنده إمكانيات عالية. ما عم بمدح بحالي، عم بحاول أقول على ماذا أعتمد عندما أتحدث في النقد الفني أو النقد الدرامي. لا أعتمد فقط على كوني ممثل أو كاتب أو مخرج، عم بعتمد على أنه أنا بالأساس بلشت بهي القصة. طيب، ليش بعدت عن ممارسة العمل الصحفي؟ كمان لسببين. السبب الأول أنه الصحفي ببلادنا شحاد لا قيمة له، سلطة خامسة بالحكي. والدليل قلت لكم إياه قبل بشوي، أي صحفي إذا بشق حاله بالطول وبالعرض، بالطول وبالعرض، مستحيل يطلع ببلد مثل سوريا. خلينا نرجع ل 2010 باعتبار دقيقة صمت وقف عند 2010. مستحيل يطلع أجدع صحفي بسوريا 50,000 اللي هن $1000، في حين عمل مثل دقيقة صمت مفترض كما سمعت يعني أنه كاتبه آخذ $100,000. فلكم أن تتخيلوا، يعني عمل هو عبارة عن 1000 صفحة. لو كان الصحفي عم بيكتب مقالات بنفس الحجم واستهلك نفس الوقت بيطلع ب $3000. الكتاب الدراميين بيطلعوا بين 30 40 وال$100,000. وأنا شخصيا بايع مسلسل قبل سنتين ب$30,000. طيب، ليش بعدت؟ أولا لأنه الصحفي ببلدنا شحاد غصب عنه بالاضطرار،
والسبب الثاني دخولي للوسط الفني، ما كنت حابب من الأشخاص اللي أنا رح أكون جزء من وسطهم ينظروا لي كأنه حامل عليهم صوت النقد الدرامي. يعني ما كان بدي أعمل سلطة انه هذا والله اللي ما بيعجبه بيروح بيكتب مقال بيسبه. وفي ناس عملوا هاي القصة وكانوا بالوسط الفني، منهم واحد اسمه عبد القادر الملا مثلا، كان عم يشتغل ممثل، وقت ما بيعجبه حدا او مخرج او كذا بروح بيجلده مشان يظبط علاقته معه. طيب، فانا بعدت لانه الصحافه ما بتطعمي خبز، لانه ما كان بدي ينظر الي انه انا حدا رافع اداة تهديد على الوسط الفني. طبعا في صحفيين اليوم بالوسط الفني السوري رافعين ادوات تهديد فعليه، يعني مو بس بيدافعوا عن رفقاتهم، بيدافعوا عن رفقاتهم. ما بدي اقول اسماء لانه هلا ما لنا بمطرح ذكر اسماء، وانما في صحفيين بيكتبوا بصحف لبنانيه انه بيختلف فلان مثلا مع سيف سبيعي، بيقوم سيف سبيعي بينتشر عرضه ثاني نهار بالصحيفه اللبنانيه بدون اي سبب، لمجرد انه صديقه للصحفي او حدا عنده معه مصلحه علق مع فلان ودق له قال له ليك على الان انا وسيف استلمنا اياه مثلا، على سبيل المثال. لذلك أنا بعدت عن العمل الصحفي. هلأ ليش عم برجع بحكي؟ غياب الناقد اللي هي النقطة الأولى اللي حكيتها، واثنين، وصول الدراما السورية إلى مرحلة من الرداءة لا يمكن وصفها. إقصاء كل أصحاب المشاريع، سواء كانوا يعني أصحاب مشاريع على المستوى الفكري كمخرجين ككتاب، أو حتى على مستوى أصحاب المشاريع التجارية، وإنما التجارية الواعية اللي بتعتمد على الدراما الراقية بصفتها صناعة فكرية. وهناك أنواع صناعة فكرية حول العالم، منها ما يحدث في أمريكا، في هوليود، في بوليود، في أعمال مهمة جدا ولائقة، وإنما يقدمها بعض المنتجين. اليوم لا المخرج الحقيقي عنده مكان بالوسط الفني السوري، ولا الكاتب الحقيقي عنده مكان بالوسط الفني السوري. وإذا كانت هناك بعض الشخصيات ككتاب ومخرجين عم بيقدروا يلاقوا فرصة عمل، فلأنهم للأسف الشديد مضطرين يسايروا ويجاملوا ويداهنوا، وبالتالي يتزلف للمنتج، أو بالحد الأدنى بيعرف أنه المنتج اللي هو إياد نجار أو هو الأبنط ما له علاقة لا أخلاقيا ولا ثقافيا ولا فنيا ولا أدبيا بالعمل الفني. ومع ذلك بتلاقي المخرج مضطر أنه على الأقل يقول له ماشي حجي خلص مو كذا مدري شو، او اياد نجار يقول له استاذ اياد نجار، والكل بيعرفوا انه اياد ثقافته ادنى من الصفر بمراحل. يعني اياد لازم يكون عند حدا يشتغل عليه لمدة 10 سنين لحتى يصل لمرحلة انه يشتغل منفذ باي مهنة فنية، حتى لو كانت مهنة الانتاج. رح ندخل بدقيقة صمت. كمان بدي اوضح قبل ما ادخل بنقد المسلسل، أنا هون ما رح حاكم سامر رضوان كشخص. ما بيعنيني هل سامر رضوان فعلا معارض حر أخلاقي كان عم بيخوض صراعات مع السلطة، ولا سامر رضوان كان عم بيأسس قناة الدنيا بال2006 وكان مثلا عم بيشتغل بأنه يطلع ليصل ليستلم مكتب نقابة الفنانين بحمص بال2008-2009. ما بيعنيني الشخصي تبع سامر رضوان، بالعكس أنا على المستوى الشخصي بلا شك داعم لسامر رضوان للأقصى. بلا شك أنا مع أنه سامر رضوان أحد الكتاب اللي من حقه الطبيعي أن يكون له أعمال درامية تأخذ مساحة ونشوفها، لأنه كل شيء في الحياة نسبي، وسامر رضوان على الأقل هو واحد من 15-20 كاتب هن كتاب الدراما السورية. كنت ضد إقصاء سامر رضوان وما زلت خلال السنوات الماضية، لأنه تم إقصاؤه باعتقادي الشخصي لأسباب لها علاقة بالعلاقات، ولكن قد يكون لها خلفيات سياسية. فأنا ما بيعنيني. في ناس أنا بعتولي على الخاص إنه سامر رضوان عم بيقول إنه معارض، وهو بال2006 كان عم بيأسس الدنيا، وبال2008-2009 كان ترشح لنقابة الفنانين، وبال2010 مشي نص اسمه لعنة الطين بواسطة من محسن غازي عن طريق فلان من الناس اسم كبير بالسلطة، مشان ما نورط محسن غازي بالقصة هلا. وفي ناس آخرين قالوا لا، سامر رضوان أخي بلعنة الطين كان ناقد. كمان ما بيعنيني راجع لعنة الطين وقول هل كان عمل ضد السلطة ولا كان عمل يسوق للسلطة ويحمل مسؤولية ما حدث من خلل
في فترة يعني بين 2000 وال 2008 لا شخص اسمه عبد الحليم خدام، وحتى قبل بفترة الثمانينات لا شخص اسمه عبد الحليم خدام كان مسمى بالمسلسل اللي هو لعنة الطين عبد الحليم علام، وأنا اشتغلت بالمسلسل وهي المعلومات بعرفها. ما بيعنيني ادخل هل سامر فعلا هو كشخص كان مضطر يتصرف ضمن السقف المحدود اللي إذا حاولت إنك تطلع عنه شعرة ما بتكون موجود في الساحة وما ممكن تنتج لك أعمال، ولا سامر بالأساس كان جزء من هذه اللعبة ويحاول أن يعني يعني يبقي الوضع على ما هو عليه من خلال أنه القيادة العليا هي نظيفة، ولكن لابد من وجود فاسدين. بلعنة الطين كانوا عبد العليم علام، بولادة من الخاصرة كانوا أبو نبال ولا تاني. أنا ما بيعنيني حاكم سامر رضوان على المستوى الشخصي، برجع بقول أنا على المستوى الشخصي مع أي سوري ليس لدي أدلة قاطعة على أنه مجرم. وضحت؟ أنا ما بدي حاكم سامر رضوان كشخص، ولا بيعنيني تصريحه على الجديد هل هو حقيقي ولا هو تذبذب ولا هو محاولة لاستغلال العمل وجماهيرية العمل من أجل وضع نفسه في مكان على مستوى الخارطة النخبوية السورية، مشان ما نقول السياسية انه هو نظام ولا معارضة ولا هو يمثل المعارضة الوعي. ما بيعنيني هذا الكلام. انا بيعنيني في هذا البث المباشر ان اتحدث عن دقيقة صمت من خلال مشاهدة للحلقات 30 لدقيقة صمت. كنت بدي احكي عن العمل قبل ما ينتهي من العرض، وكنت حابب انه وقت اللي يبلش الفيديو اقول كتير ناس رح يقولوا كيف تحكي على العرض قبل ما ينتهي او على العمل قبل ما ينتهي عرضه. ففي ناس مدحوا العمل من الحلقة الاولى قبل ما يشوفوا راسه من رجليه، قبل ما يشوفوا انه قديش فيه مشاكل. في ناس ألهوا العرض وهو لساته بالحلقة الثالثة، ومنهم مو بس نقاد. وبرجع بقول ما بيعنيني أسباب النقاد، أنا بعرف أسبابهم وعددتها، بس ما بيعنيني بدقيقة صمت شو كانت أسبابهم. هل هي لأنهم أصدقاء سامر؟ هل هن لأنه أصدقاء عابد؟ هل هن لأنه الشركتين المنتجتين هن شركات مهمين مثل الصباح وشركة هلال الرناؤوط إبلة؟ ما بيعنيني هذا الكلام. بيعنيني أنه هذا ما حدث. في الحلقة الأولى بدأ الترويج لمسلسل دقيقة صمت، في الحلقة الثانية والثالثة والرابعة بدأت الآراء تصل إلى مرحلة تأليه مسلسل دقيقة صمت. أنا لم أرى مسلسلا دراميا بشكل كامل 30 حلقة يمكن من 8-9 سنين. في ناس رح تقول مع أنه أنت ابن الوسط ولازم تتابع، بقول لهم وقت اللي بكون أنا مقصى من الوسط بصير بيوجعني أنه شوف أعمال درامية أرى فيها بعض المسوخ على مستوى الحضور الثقافي والفكري وحتى على مستوى الموهبة موجودين ومتصدرين وعم بياخدوا سوكسي. هلا في ناس متصالحين وبيقول لك لا أنا بقدر بفصل، هن كذابين بس هن أحرار. هلا من وراء مديح دقيقة صمت الكبير، ومن وراء أنه أنا عندي خلفية عن هذا المسلسل وعن يعني أجواء صنعه والتحضير له، كنت الحقيقة عم شوف وبدي شوف بعين المحب حقيقة. ولحد هاي اللحظة أنا عم بحكي بعين المحب. في ناس رح تقول إنه هذا الكلام مبالغ فيه. لا، أنا هلأ فيني أحكي بعين المحب، على الأقل لأنه عندي السنة مسلسل رح يتنفذ من تأليفي، وعندي مسلسل تأليفي وإخراجي فايت فيه الشهر الجاي. يعني حالة الألم من الإقصاء من الوسط الفني راحت، فأنا صار بقدر بشوف الأعمال بصيغة الواقعية وإنما بعين المحب. طيب، شفنا دقيقة صمت، رح ندخل بالحكاية، رح ندخل بالمشاكل الدرامية، رح ندخل بالمشاكل بالشخصيات، رح ندخل بالمشاكل بالمقولة. بس قبل ذلك خلوني بلش بشغلة هي المكملات الفنية، يعني موسيقى تصويرية، أزياء، ديكور، مونتاج ومكساج. بلا شك العمليات الفنية في مسلسل دقيقة صمت يعني فينا نقول انه هي عالية الجودة بشكل ملحوظ. ومثلا الموسيقى التصويرية بالنسبة لي كانت اللي عملها رعد خلف موسيقى متميزة ومناسبة
يعني فيها الثقافة الموسيقية بنفس الوقت المواءمة مع الحكاية اللي فيها جانب كتير من الشعبوية. وبالتالي قدر رعد خلف من خلال الموسيقى تبعه انه ينفذ بموضوع الموسيقى. على مستوى الازياء بظن اللي عملت الازياء سهى حيدر. سهى حيدر مبل سهى حيدر. الازياء اللي عملتها بالمسلسل باستثناء شخصية عابد فهد اللي انا بظن انه هو متدخل فيها، الازياء بالمسلسل مناسبة وفيها يعني موضوعية بالتعاطي مع موضوع الازياء، ما في فزلكة، بنفس الوقت في جماليات للازياء. اذا الموسيقى قدرت تنفذ على مستوى شغل رعد خلاف، على مستوى شغل سهى حيدر كان في جماليات عالية، وإنما ضمن الشرط الواقعي للأحداث اللي عم بتتم بال2010. على مستوى المونتاج والمكساج بالشكل العام كان العمل جيد. هلأ الكارثة كانت حقيقة محصورة بجانبين، النص والإخراج. كان في كارثة حقيقية. على مستوى الأداء التمثيلي كان في شخصيات مقدمة أداء تمثيلي عالي، عابد فهد مقدم أداء تمثيلي جيد، وإنما كان مطلوب من حدا مثل عابد فهد يقدم أداء تمثيلي أعلى بكثير. يعني حقيقة عابد فهد لم يقدم شيئا في دقيقة صمت إذا بدنا نحكي على هذا المستوى. وهي مشكلة عند الفنانين السوريين، انه الفنان السوري وقت اللي بيصير متاح له يختار نصوص بغالبية النجوم تبع الصف الاول، غالبيتهم وليس جميعهم، تنقصهم الثقافة، ينقصهم العمق في قراءة النص، ولذلك ترى انهم يتبعون البهرج والزخرف ولا يجيدون قراءة العمل الدرامي، تاخذهم البروباغندا. عابد كان مطلوب منه، رغم انه قدم اداء كتير منيح، كان مطلوب منه يقدم اداء افضل. بمشاهد من المسلسل، بمشاهد بعينه، كان عابد فهد مبين انه عنده مشكلة بالمشهد نفسه، انه يا اخي والله القصة ما بتتصدق، بس هو مبين انه ما عم بيصدق انه هو عم بيقول هذا النص، وهذا واضح في مجموعة مشاهد ليس في جميع المشاهد. خالد القيش نال من المديح ما لم ينله يعني شو اسمه في وصف الخمر. خالد قدم دور جيد، ولكن خالد القيش ممثل صف أول في سوريا منذ على الأقل 10 سنوات، منذ التغريبة الفلسطينية كان عنده دور مهم. فهذا التأليه لخالد القيش كمان تأليه يشير إلى حالة الغوغائية والشعبوية لدى النقاد قبل لدى العوام. لم يقدم دورا مذهلا خالد القيش، قدم دورا جيدا، ولم يخوله هذا الدور إلى أن يكون نجم أول ويصير نجم ينباع على اسمه. والأيام القادمة راح تثبت أنه ما راح يصير خالد القيش بال10 سنين القادمة نجم أول ينباع العمل على اسمه. ليش؟ لأنه في مواصفات محددة للنجم اللي بينباع على اسمه. هذا ما بيعني أنه أنا عم سيء لخالد القيش على الإطلاق، قد تكون هذه المواصفات العامة لا تنطبق على خالد القيش من بوابة أنها مواصفات تجارية وترتبط بعوامل غير فنية وغير إبداعية. ومع ذلك ورغم أن خالد القيش صديقي وعلى قائمة أصدقائي وأنا بحبه لخالد جدا، من مدح خالد القيش وجعل من أدائه يعني أداء مذهلا هو إما لا يعي ما يقول، أو أنه انجرف وراء القطيع أو وراء الشعبويين، أو أنه يحاول أن يقول أنا موجود. الحقيقة خالد قدم دورا جيدا، وإنما ليس ممتازا، خاصة وأن الدور بأساسه ما فيه أحداث فعلية، يعني ما فيه غير الكلام، حالات كلامية، وحالات كلامية متشابهة من البداية للأخير، هو أحادي الاتجاه، ما عنده وجهين. الشخصية ما فيها، بسموها شخصية مركبة، الشخصية ما أنا شخصية مركبة، شخصية من الدرجة الأولى. عمل مثل وائل شرف بلعنة الطين لنفس الكاتب مثلا على سبيل المثال. هلأ أداء الممثلين كان بالشكل العام كان جيد،
مثل ما قلت كان مطلوب من عابد يقدم دور أحسن وأهم، كان مطلوب خالد أنا باعتقادي قدم اللي بيقدر يقدمه من خلال الشخصية، ولكن ما عمل الشخصية. يعني في شخصيات يا أصدقاء ويا صديقات بالعمل الدرامي أي حدا بيعملها بتحمله، مثل شخصية البطل الرئيسي. بالغالب أي حدا بيعمل شخصية البطل الرئيسي بتحمله الشخصية كويس، وهناك شخصيات بيصنعها اللي عم بيقوم فيها. هلأ مدح أداء فادي صبيح كثيرا في المسلسل، يعني بدا لي أنه فادي صبيح هو أفضل من أدى دورا في مسلسل دقيقة صمت، مع أنه على المستوى الشخصي فادي صبيح ما في أي علاقة بينه وبينه على الإطلاق. كمان هذا مرتبط بحيثيات صناعة المسلسل اللي أنا ما بدي أدخل فيها مشان ما أدخل بالشخصي. هلأ طلع عنا موضوع النص والإخراج. أكاد لا أصدق أن مخرج بحجم شوقي الماجري وما يروج لشوقي الماجري في الأوساط العربية عن أن شوقي هو أهم مخرج تلفزيوني يعمل في العالم العربي، أكاد لا أصدق أن هذا المخرج هو من أخرج دقيقة صمت. رح أجل الحكاية والنقد الدرامي ووضع اليد أو وضع الإصبع على ربما عشرات من الملاحظات من مئات من الملاحظات. من الصعب على فكرة لا ببث مدته ساعة ولا مدته ساعتين ولا بمدته 30 ساعة أنه نقول الأخطاء الكارثية اللي بالنص تبع دقيقة صمت. من الصعب. طيب لك يا أخي عم بتدمره للمسلسل. لا لا ما عم دمره للمسلسل، هو واحد من أفضل 6 أعمال قدمت السنة، وجماهيريا بلا شك هو الأعلى مشاهدة، على الأقل من خلال ما أراه على الفيسبوك ومن خلال تواصلي مع أصدقائي. وإنما الحالة الدرامية في الأعمال السورية حالة رديئة، لم يعد هناك فرصة لأعمال تحمل قيمة. طيب نرجع للإخراج. رح أحدد بس مجموعة أخطاء بسيطة، هي مو أخطاء، يعني الخطأ إمتى بيكون الخطأ ممكن تتعامل معه بطريقة أنه خطأ بيوقع. مثلا خطأ راكور مثلا، يا أخي خطأ الراكور بيصير كتير. يعني بفيلم كسر الدنيا اسمه 300 مثلا بتلاقي انه ضربت النبال السهام، يعني عشان ما حدا يتذكر نبال جزائري زميلتنا، ضربت السهام على الدروع، فهن قطعوا الدروع وركضوا لساتها الدروع موجودة مع انه هن قطعوها مثلا هذا الخطأ يعتبر خطأ، وبحكم ان المشهد يستحيل إعادته إلا بدفع تكاليف باهظة وكذا بمرقوا بيقولوا يا أخي خلاص بمر. ولكن أنا عم بحكي عن منتلتي تفكير المخرج، عم بحكي عن آلية تفكير المخرج. يعني رح أضرب لكم مجموعة أمثلة بسيطة، بغض النظر إذا المسؤول عنها الكاتب وحاططها بالنص ولا عاملها شوقي، بغض النظر هذا ما بيعنيني كمان، لأنه أنا اليوم ماني مضطر لا المخرج يقول لي انه انا كنت عم فكر اعمل اليازا وما زبطت معي لانه المنتج ما لباني وفلان، وماني مضطر انه الكاتب يقول لي انا كتبت هيك وطلع شيء تاني. هذا ما في طريقة للتأكيد. كويس. هذا الكلام محاكمة العمل من خلال امكانياته المالية بيصير بمكان تاني. يعني انا اليوم راح أعمل مسلسل إمكانياته المادية متواضعة جدا مقارنة بهذا العمل. كويس. ومن الآن لا حدا يعاملني على أساس أنه أنا ميزانية مسلسلي متواضعة إلا فيما يخص الأشياء اللي إلها علاقة بالميزانية. مثلا أنه والله عندي شغلة بدها 200 كومبارس، فأنا حاطط 10 كومبارسات أو 15 كومبارس وعم بحاول أتحايل على القصة، بيقول لك مبينين 10 15، هذا له علاقة بالمالي واضح. بس مثلا على سبيل المثال بالحلقة الأولى أبو الوفا اللي هو مفروض الرقيب اللي تركه العميد عصام شاهين بينترك مع 2 محكومين بالإعدام وهاربين من حبل المشنقة، وواحد منهم كان واحد من الزعران. انت بتسميه روبن هود، هذا اسمه علاقة مصدي.
هو أزعر، ما حدا بيعمل قصة تخليص الحقوق للناس غير الأزعر، بس لأنه حتى لو كانت دولة فاسدة، حتى لو شو ما كان. هلا هذا بعد شوي رح احكي عنه بالخلل الأخلاقي بالمسلسل، انه انت تصدر الأزعر انه هو حل، حتى لو كان غياب في حال غياب مؤسسات الدولة، حتى لو كانت الدولة منخورة بالفساد. انت ككاتب شغلتك انه تسلط الضوء على مظلومية الناس المظلومين، وشغلتك من خلال النص تبعك انه بالاخير توعي الناس، لانه التعاطي الفردي كارثة، وما حدث في سوريا اكبر دليل. هذا رح احكي عنه بالجانب الاخلاقي، بس انا رح احكي عن الاخراجي. انه اخي اثنين محكومين اعدام، كويس، واحد منهم مقطع السمكة وديلها، وكان مسكر ضيع بأكملها، ومدير الناحية ما كان بيخاف منه. مدير الناحية اللي مفروض هو كمان مجرم وولاده مجرمين، يعني بيقوم تترك مع الاثنين شخص واحد، حتى لو الكاتب حاطط انه تترك شخص واحد. هلا للأسف الشديد كل الأخطاء اللي راح نحكيها عن المسلسل دراميا بيحمل مسؤوليتها الأولى شوقي الماجري كمخرج. ليش بيحمل مسؤوليته شوقي الماجري كمخرج؟ لأنه المخرج ما نو طرطور عند الكاتب، المخرج ما نو صبي بيشتغل مثل ما الكاتب بيقول له، حتى لو الكاتب عامل لحاله حالة سلطة بشكل ما بتفهم شو سببها. المخرج هو كاتب آخر للمسلسل بهي البساطة، والكاتب اللي ما بيقبل انه يكون المخرج كاتب آخر للمسلسل مفروض ما يعطي نصوصه لمخرج آخر. أنا كعماد عندي نصوص تمسكت فيها ما رضيت بيعها، لأنه أنا بدي أعملها، ما بدي يدخل فيها رأي آخر، لأنه إلها علاقة بالشخصي تبعي. بس أنا هلا بايع عمل لإيجل فيلم لجمال سنان بلبنان، أعطيته العمل، أخذت حقه، نصي موجود. أه بيجيب عليه بكرة ستيفن سبيلبرغ ولا بيجيب عليه إياد نحاس، أنا بعطي رأيي بس بهي البساطة. إذا ما بدي إنه حدا يشاركني بإعادة كتابة النص، يعني ما بدي مخرج يشتغل كاتب هو ثاني ولكنه كاتب نهائي للنص، مفروض أنا ما بيع نصوصي الدرامية. فهلأ شيلنا عن هذا الكلام. شوقي الماجري يحمل مسؤولية كل الأخطاء الدرامية والفنية والفكرية والأخلاقية في النص، لأنه آخر من يوقع على هذا النص ببساطة. طيب مثل ما المدقق اللغوي بيحمل مسؤولية إذا كان في خطأ عند الممثل، لأنه هو جايبينه كمدقق لغوي. طيب هلأ قلت على خطأ مثل هذا طبعا بكل حلقة في مئات الأخطاء، مئات الأخطاء. رح أضرب مثال تاني هلا حاضر لذهني لأنه ما رح أحط لكم كل الأخطاء. بيجي حدا بالليل ماشي على طريق عام، بيقوم بيشوف الأستاذ عابد أمير ناصر لابس الكفن تبعه، وبيوقف هداك بالسيارة وبيقرب منه وبيشيل العصاي. إخراجيا المشهد كله ما بيزبط مثلا، لأنه بالبداية أنا بدي أحط بعين الاعتبار أنه الدنيا ليل، شو اللي بده يخلي أمير ناصر يوقف في طريق سيارة مفروض طالع صاحبها وش الفجر ورايح على شغله؟ وش الفجر يعني الطريق فاضي، يعني معظم العالم ما بتكون مركزة بالشارع أساسا، فهذا غامر بحياته وقعد بطريق السيارة. خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. ليش ما انعمل عم بيعدي ليضمن حياته على الأقل؟ عم بيعدي فهداك نزل استغرب كذا اللي هو، بس ليش يقعد وظهره للسيارة؟ الإخراج هو فلسفة حياتية، وهو وجهة نظر عميقة بالحياة، وينبغي أن تكون حالة الرؤية الإخراجية على المستوى الفكري هي أعلى بمئات المرات من مستوى العوام ومن مستوى المتلقي العادي ومن مستوى النقاد، هيك المفترض. فهذا الخطأ لم تنتهي المشكلة بأنه هو قاعد بنص الشارع لابس كفنه الأبيض وداير ظهره وبتجي السيارة من وراه. يعني ببساطة لو شارد أخونا سهيل جباعي كان دعسه وضل ماشي، شو اللي بيخلي أمير ناصر ما يفكر بهي القصة؟ واحدنا إذا بده يعمل أي خطوة من هذا النوع بده يحسبها ل10,000. طيب
مو هذا الخطأ الإخراجي الكارثي. الخطأ الإخراجي الكارثي اللي ما بتفهم ليش عملوا هيك شوقي الماجري، إنه بيحط الكاميرا هيك، وهذا أمير ناصر هون، وهذا بيجي سهيل وراه، فبتطلع السيارة تبع عصام وفيها عالم هي هون، وهو بيصر، ما بتفهم ليش، أو ما بعرف إذا هو بيصر ولا مستسهل، إنه مجرد ما راحت السيارة بيعدل، قام أنت بتشوف السيارة واقفة. لك يا حبيبي هذا لقى واحد وش الفجر لابس كفن وبالشارع ومات رعبة، أبسط شغلة يلتفت على السيارة اللي جنبه اللي ما ممكن تقلي ما شافها، لأنه إذا بدك تقلي ما شافها كان مفروض ما تورجيني إياها أنا، لأنه أنا أبعد بالأساس عن السيارة من سهيل جباعي. فواحد بيخاف، أول شغلة بيعملها أول ما نزل وشاف حدا بالطريق شال عصايته، أول شغلة بيعملها بده يطلع حواليه، فالسيارة مبينة يا حبيبي. طيب، أخطاء من هذا النوع لا تعد ولا تحصى. سبيل المثال للحصر يعني أنه أنت فجأة بتلاقي ماشي عابد فهد بالكوريدورات تبع الإعدام. مفروض أمر الإعدام إجا هلأ، ومفروض المساجين ما بيعرفوا أنه حكم أعدام. هيك منطقيا ما إجا مدير السجن، ما في حدا بيعرف أنه هذا الزلمة رح ينعدم اليوم، إجا مدير السجن جايب معه الأمر. إيه شلون بيمشي عابد فهد بالكوريدور وبيبلشوا كذا بيقول لهم وكلوا والله يا شباب الموت شغلة ما بينهرب منها، المهم مدري شو. بيطلع فجأة أمير ناصر فيلسوف الفلاسفة. هلا هذا بنقبله، بس بدنا نقبل شلون، بدنا نفهم شلون المساجين عرفوا. أخطاء كارثية لا تعد ولا تحصى. مثلا انه عادة في بديهية، طبعا بجوز هي واحد بيقول لي هي شغل المخرج المنفذ، ايه بس هي كاست اخراجي. انه مثلا انت بتقول لي فهمت علي، بقول لك ايه فهمت. او مثلا انه انا رايح، هذا الجواب مرتبط بالسؤال. كثير الممثلين هلا يا بالنص موجود الخلل، يا الممثلين مجتهدين، فبس مجتهدين بدون ما يعرفوا انه في جملة راكبة على هي الجملة. طبعا عادت عشرات المرات القصة خلال المسلسل انه واضح انه هي الجملة ما بتركب غير على هي الجملة. فراح مثلا انه انا طالع، وين رايح، او مثلا عفوا مو انا طالع، مثلا على سبيل المثال للحصر، انه جبت الشغلة الفلانية، لا ماش يعني بتركب جملة مفروض انه جبت الشغلة الفلانية، لا ما جبتها، ليش؟ لانه كذا. فواضح انه عم بيعدل جبتها بدال ما جبتها مثلا اشتريتها، فهداك بيخلي جبتها، فبتطلع الجملة ما أنا راكبة، منطقيا ما أنا راكبة، لأنه هذا بيكون مرتبط باللي قبل. طبعا شيلكن عن مشاكل بالكاستنج. خالد القيش قلنا أنه قدم دور جيد، ولكن خالد القيش ما بيزبط يكون بنفس رتبة جهاد سعد، بتضحك القصة. طيب هلا بيقول لك عاملين له مكياج، رافعين له شعره، عاملين رستم غزالي، والشباب مانن مخبين هذا الموضوع، عاملين العميد عصام شاهين عفوا، عاملينه رستم غزالي. ما في حدا ما بيعرف، نفس الفيزيك، نفس الفيزاج، نفس الشكل. طيب وإنما بيضل ما في ولا تجعيدة بجبينه. عميد هداك حتى فكريا نحن وسطنا الوسط الفني ضيق للغاية. ما في حدا من المشاهدين ما بيعرف انه جهاد سعد بيزبط بدور ابوه لخالد القيش، وبالتالي انت يا بدك طالع شخص انا مفروض ما اعرفه وقت تشوفه انه خالد القيش لحتى صدقك انه هذا عميد وهذا عميد، يا اما ما بصير تعطي هذا الدور لهذا الشخص. لانه على الاقل اذا جبته جيب مثلا حدا مثل اياد ابو الشامات هو يكون العميد قباله. هلا بيكون في خلل خيو، بتقول مكسرينه رتبه، بتقول اللي هو المهم. بالعموم كمان المشاكل الإخراجية المصيبة ما بدي استفيض بالشرح عنها، لأنه هي بدها تمسك الحلقات وتقول هذا خطأ هذا خطأ هذا خطأ هذا خطأ هذا خطأ. بيجي واحد بيقول لك لا أخي الإخراج وجهة نظر، لا ما أنا وجهة نظر. أنت وبتعمل عمل واقعي بدك تكون وفي للواقعية، وجزء من وفائك للواقعية إنه أنت تعمل أشياء منطقية. أنت ما عم تضحك علي، وما بصير تكون عم تضحك علي، انت مفروض تكون عم تلعب معي لعبة.
وتكون انت عم بتقودها لانه انت اللي عم تقدم لي المادة، بس ما بصير انت تستجحشني كمتلقي. طيب، رح ندخل بالموضوع الأساسي. نص دقيقة صمت الذي مدحه، واو قديش مدحوه، صحفيين، نقاد، عوام، مخرجين مثل ليس حجو، نجوم مثل تيم حسن. النص فيه مشاكل كارثية، ورح بلش ببعضها. وأرجو من الأصدقاء اللي عم بيشوفونا ولو من باب هيك إنه عم نتسلى، اعتبرونا خيو، ما عم نعمل نقد درامي. أرجوكم اللي عنده ملاحظة يبعتها لأتذكر أنا إنه كيف تعاطيت مع هاي الملاحظة وقت اللي شفتها مثلا. بس هلأ أنا رح بلش لكم بأساسيات بالحلقة الأولى. هلأ الحلقة الأولى بتبلش، أنا عم بحكي مع اللي شايفين المسلسل طبعا. العميد اللي هو جياد سعد جاي على السجن لأنه إجا أمر بإعدام 2 اليوم الساعة 2 لازم يتنفذ حكم الإعدام. عفوا الساعة 4 لازم يتنفذ حكم الإعدام. طيب، هلأ بتدخل بتلاقي بالسجن الوضع الطبيعي كذا، لهون منطقي. لا يبلش يصير شيء انه اجا عميد جديد على السجن، واللي هو عصام شاهين، وجايب معه اوردر انه هو صار مسؤول السجن. طبعا هلا انت طالما عم بتحدد سوريا وطالما عم تحدد 2010، يعني انت مفروض تكون بتعرف انه هي الاشياء ما بتصير. هلا خاصة وقت اللي انت ككاتب بتربط هاي الاشياء بالواقع، فانت بتعتبر عملك معارض للسلطة السورية، وبالتالي انت مفروض طالما عم تربط عملك بالواقع مفروض تكون محترم حيثيات الواقع. عميد يجيب بإيده تكليفه ليكون مدير سجن ما بتصير. هلأ هاد بالحالة الطبيعية. في حالة الاستثناء انه هذا العميد مرتبط بسلطة فساد، فيهم وزير العدل بعد 5 دقائق بنكتشف انه وزير العدل له ايد بالقصة، لانه بيقول له اعدمهم خلال 5 دقائق، بيقول له بدي اقرا عليهم حقوقهم، بيقول له بدون ما تقرا ما في معنا وقت. كويس؟ طيب، في حالة هذا الاستثناء يا عزيزي، انت عم تقع بتناقضات كارثية في النص. منا إذا افترضنا أن سلطة الفساد هذه تعمل في السر لإخفاء حقيقة جرائمها، إذا هناك سلطة أعلى منها هي لا توافق على هذه الجرائم بهي البساطة. كويس؟ لأنه إذا السلطة اللي أعلى موافقة على هذه الجرائم كان ما في داعي لكل هذا اللت والعجب. وقت اللي بيكون في سلطة، خلونا نضرب مثال بالنظام السوري حقيقة. إذا افترضنا أن الرئيس بشار الأسد كما مقدم في نص دقيقة صمت اللي مفترض أنه نص معارض أو هيك عم بيروج كان كاتب العمل، إذا كان بشار الأسد هو شخص نظيف اليد وهو يدرك وجود فاسدين قتلة مجرمين في مناصب معينة بالدولة، لدرجة أنه أمر بأن تؤخذ كامل الاحتياطات على الشخصين اللي هن محكومين إعدام، اللي هن عفوا مودعين بالسجن لأنه عندهم جريمة فساد مطلعين على أبعادها. طيب، تعالوا نروح لهي الحالة. إذا بشار الأسد مختار عميد، رئيس الجمهورية مختار عميد مدير سجن، وقايل له في وزراء مرتبطين بشبكة مافيا خطيرة، هدول رح يحاولوا يصلوا لهدول ويقتلوهم، فأنت بتحطهم بزنزانة ما حدا بيفتحها، ما حدا بيطعميهم غيرك. إذا العلاقة بين هذا النزيه اللي هو فوق، ما بيزبط يكون نزيه وتحتها، لأنه كان أساسا ما في داعي يتخبوا عليه، كان جابوه أقالوه، فهو نزيه فوقهم، فوق العميد عصام، وفوق غالب بيك، وفوق وزير العدل
كويس؟ حكما هذا الأخلاقي فوقهم، وإلا هن من مين عم بيتخبوا؟ كويس؟ طيب هلا إذا هذا الأخلاقي اللي فوق عنده علاقة مع العميد اللي عمل دوره جهاد سعد، كويس؟ إذا ولا في طريقة على الإطلاق، يعني ضرب لكم مثال تاني، معلش بدي أقربها للأخير. يعني إذا افترضنا أنه في خط ساخن بين الرئيس بشار الأسد وبين العميد النمر، كويس؟ مين هذا اللي بيقدر يجيب ورقة ويجي لعند العميد النمر ويقول له أنت تمت إقالتك، بتروح على بيتك، أنا استلمت محلك؟ أبسط شغلة بيعملها العميد النمر أنه بيتصل بالرئيس بيقول له سيادة الرئيس هذا الأوردر منك ولا هذا انقلاب؟ أبسط شغلة. فأساسا لا بالوضع الطبيعي بيزبط يجي العميد يجيب تكليفه للعميد هداك، لأنه العميد هداك أنت مأسس له أنه عنده علاقات بالقيادة العليا اللي فوق هدول. لا بالوضع الطبيعي ولا بالوضع الاستثنائي، لأنه هدول الفاسدين ما بيقدروا يجوا يعملوا هيك خطوة وهن بيعرفوا أنه هاد زلمة الرئيس أو هاد زلمة النظيف اللي فوق. طبعا فوق ماضل، يعني فوق ماضل غير الرئيس. يعني أنت وقت تقول وزير العدل فاسد، وزير العدل يعني منطقيا هو أعلى سلطة بالبلد، لأنه هو بيقدر يحاكم رئيس الوزراء. ببلد مثل بلدنا قد يكون فوق رئيس الجمهورية. كويس؟ طبعا هي كمان حالة خلط كارثي رح تضل طول المسلسل، انه مين الاخلاقي ومين المو اخلاقي ومين الاعلى ومين الادنى. طيب جاب له الرسالة قال له كذا انا تكلفت، بيقوم هو عنده بتصير لعبة بالسجن وبيطلعوا المسجونين اللي محكومين اعدام. يعني منطقيا اياد ابو الشامات كل العناصر اللي تحت هن معه، كل العناصر اللي تحت هن معه. يعني العميد عنده انفصام بالشخصية، العميد عايش لحاله بالسجن، وإياد أبو الشامات هذا العقيد عنده سيطرة مطلقة على كل الآخرين. مزبوط؟ لحتى يقدر يهرب اثنين محكومين بالإعدام مفروض على الأقل حواليه ناس، هدول الناس هن متعاونين معه. العميد عصام بياخذ هدول المسجونين وبيطلع برا، بيقوم بيجي اياد ابو الشامات. هلا انا عم بختصر كمان كثير مشاكل حتى بالحوار، بس بيجي العميد عصام بياخذ الاثنين وبيطلع برا. بيجي العقيد لعند العميد وبيقول له بدنا نجيب هدوك ونعدمهم. يعني في عاقل بالدنيا بيقبل هي الفرضية؟ اول شيء انت مؤسس انه هذا العميد على اتصال مباشر باعلى سلطة بالبلد اللي هي حاميته، واللي هي قايلت له انه احمي هدول الاثنين من المجرمين الفاسدين بغض النظر مين هنين. فهل منطقيا اللي بيحط وجوه غاضبة شباب ما في اسهل من الحظر؟ اليوم كمان عم نحكي بعمل درامي كمان في وجوه غاضبة. ما عجبك كلامي يا حبيبي روح شوف المسلسل واستمتع فيه، الله يرضى عليك، الله يخليك حبيبي، انت حبيبتي. المهم يا صديقات ويا اصدقاء، في عاقل بالعالم بيقبل هي الفرضية انه اجى العقيد وقال له نجيب الاثنين اللي محيط عليهم تحديدا، مو نجيب اي سجينين تانيين، اللي محيط عليهم جيبهم ولا نعدمهم محلهم؟ طب يا حبيبي انت مؤسس انه هذا عنده ارتباط بالرئيس مثلا، يا حبيبي هذا بيمسك بدق تليفون للرئيس وبيقول له سيادة الرئيس اجا عميد عصام ناصر. خاصة انه بعد بالعمل تكتشف لسه اشياء بتطالع هاي الفرضية مضحكة مضحكة، لانه انت بتكتشف انه وقت اللي انسجنوا المسجونين السياسيين هن جايبين سيرة عصام ناصر وسيرة غالب بيك وسيرة يوسف المقبل ومحسن غازي بغض النظر شو اسماء شخصياتهم. يعني منطقيا مجرد ما اجى العميد عصام ناصر عصام شاهين على السجن وقال له لجهاد سعد انه انا عينت مدير السجن، بيمسك بديه بيقول له سيادة الرئيس مين هدول الاثنين اللي هنن هذا يعني هدول الاثنين قالوا على العميد عصام انه هو مشترك بالفساد وهو كذا، فهلا جاي عصام فهو في خطر على حياتهم. لا، بيجي بياخذ هدوك الاثنين المحكومين اعدام، والعقيد فجأة بيلعب بعقله. طبعا لو ساحب مسدس وحاطه على راسه ورايح هو منفذ العملية، العقيد بتقول أخي منطقي، بس قال أقنعه يجيب هدوك الاثنين ويحكمهم يعدمهم محل هدوليك. حبيبي الاثنين اللي انحكموا إعدام وهربوا حقهم ربع فرنك مصدي بالنسبة للقيادة، وبالتالي حتى لو هربوا من حبل المشنقة جهاد سعد
الدور اللي عم يعملوا جهاد سعد. بس باعتبار جهاد فارض حالته كجهاد سعد بس انه عم تحكي انه جهاد سعد هو اللي تصرف. فحبيبي جهاد سعد منطقيا عنده اتصال بالقيادة اللي واثقة فيه وقالت له احميهم من الفساد، وعنده أدلة قطعية انه هدول هربوا بسيارة عصام ناصر، عصام شاهين. أدلة قطعية، منها وجود النائب العام اللي هو محطوط انه ما متورط بالقضية، ولا ما كان في داعي وزير العدل يقول له للنائب العام ويضغط عليه مشان يعدمهم بدون ما يكون في حقوق، يتلو عليهم حقوقهم واسمائهم. مزبوط؟ طيب جهاد سعد بالدور تبعه كان عنده كل الأدلة، اجى على السجن موجود فلان موجود فلان، هربوا المحكومين إعدام، لم تدخل سيارة ولم تخرج سيارة باستثناء العميد عصام شاهين. وبالتالي ليه ما ببلغ الرئاسة وبيقول لهم اجى العميد عصام وعمل 1 2 3 4 وخالصين القصة؟ من مين خايف؟ ما هو لو بيخاف القيادة ما بتعتمد عليه ليوقف بوش هدول الفاسدين. المهم نعمل سسبنس حتى لو كان بلا معنى. ما بعرف. طيب يا سيدي وأقنعوا، وجوا 2 حكموا إعدامهم، قال لهم بيموتوا أبنائكم فموتوا على الساكت. ما بتزبط، ما بتزبط، ما بتزبط ولا بشكل من الأشكال إنه واحد رايح حبل المشقى فبيموت على الساكت. ما بتزبط. زبطت خيو، وزبطت إنه ما تنجاب أسمائهم. هلأ في سؤال أخطر من كل هذا الحكي. أخي أنت وقت اللي بتحرق مستودع تحرقه مشان بس تجي لجنة الجرد تقول لك وين البضاعة اللي كانت هون. طبعا أنت سرقة للبضاعة، فأنت بتقول لهم والله البضاعة احترقت. إذا أنت ودك تعمل لي فعل درامي مثل تهريب هدول الاثنين المحكومين إعدام وإعدام 2 محلهم، مفروض أنت تكون حليت المشكلة إذا تاني نهار الرئيس طلب هدول الاثنين وقال وينهم، وإلا بيطلع كل شيء عم تعمله ضحك على اللحى. فإذا في اليوم التالي، في صباح اليوم التالي، اجى الرئيس أو هذا الشخص اللي قايل له للعميد جهاد سعد، جهاد سعد واحد من الممثلين اللي إذا بياخد 500 اسم شخصية ما بتحفظ اسم الشخصية، لأنه أنت ما بتشوفه غير جهاد سعد الحقيقة. فإذا اجت تاني يوم لجنة من القيادة قالت له الرئيس طالب هدول الاثنين المحكومين بقضية الفساد اللي كذا، شو بيقول لهم؟ إذا اللعبة اللي عملوها هدول كلها شو لها طعمة؟ هلا أنت ما أخذتهم عدمتهم محل 2 المحكومين إعدام وجبت 2 حطيتهم محلهم. لحتى وضح لكم كيف يعني يا أصدقاء وصديقات، أنت هربت 2 محكومين إعدام مشان تلعب بعقل العميد يعدم 2، مع أنه برجع بأكد لكم هذا مستحيل مستحيل، لأنه هدول الاثنين موصي عليهم القيادة من أعلى المستويات. يعني بدك تخيل أنه الرئيس موصي مدير السجن هدول الاثنين ما حدا بيطعميهم غيرك، وبالتالي ما في ولا طريقة للعميد يفرط بهدول الاثنين على فكرة إلا والمسدس على راسه، وهذا ما صار بالمسلسل. طيب بس مع هيك أنت عملت هاي العملية كلها، المفترض أنك عملتها مشان تجيب 2 تحطهم بالسجن محل المتهمين بقضايا فساد، مشان تاني نهار إذا الرئيس قال وينهم بروح أنا كعماد نجار وبيروح معي مثلا هلأ صديقنا جوان باعتبار أول اسم طلع بالتعليقات، منروح نحن كنا محكومين إعدام خلصونا من حبل المشنقة، وإجا العميد نفسه عصام قال لنا ليكم انتم كنتوا رح تنعدموا بعد 5 دقائق، هذا له ثمن نحن نفذناكم. شو الثمن؟ بدكم تكونوا محل هدوليك، ممكن تنحكموا 15 سنة بس تنزلوا محلهم. طبعا وهي الفرضية كلها هي فرضية بتموت ضحك، بس كان على الأقل فيها منطق. ليش عملت كل هذا الفعل؟ ليش هربتهم لهدول الناس؟ بس بالأساس العمل كاملا قائم على فرضية ساذجة لا حل لها. طالما أنك عملت حريق بالسجن
أسلم على كل الأصعدة كان أنه تحرق هدول الاثنين تبع الفساد، وتحرق معهم 3-4 مساعدين أو 3-4 ضباط، وتقول أنه صار حريق وخلصت القصة. ليش هربت 2 محكومين إعدام؟ رح نتجاوز هي النقطة الأولى اللي بعدها. واحد بمستوى رستم غزالي، هيك هن واصفين شخصيته وأنا مالي علاقة، بيهرب 2 محكومين إعدام بسيارته. ليش مو مطمشهم؟ ليش لا يكشف شخصيته؟ حسب معلوماتي أنا أبوي كان مساعد أول بالأمن، وما كان بالمخابرات، كان مرة بالأمن الجنائي ومرة بالحراسات، مساعد أول. إذا بده يعمل حركة ممكن تأذيه ما بيخلي الله يعرف فيها غير هو. عميد بمستوى رستم غزالي مطالع 2 محكومين إعدام، هلا لو بده منهم شيء بقول لك يا سيدي ما هو نادرهم ليندبحوا بعد بساعتين 3. ليش لا يكشف وشه قدامهم؟ مشان يطرق الجملة مثل ما في عالم بتموت فرق عملة، في ناس بتعيش فرق عملة. حلوة ورنانة وموجودة 10,000 مرة على الفيسبوك، ولكن تسخير درامي صح، سياق الدرامي صح. ليش هدول مو مطمشين؟ أنا راح أفترض حالي وأنا مالي علاقة لا بالمخابرات ولا بالأمن ولا بالعقلية الأمنية ولاني داير بلاد. راح أفترض حالي إنه أنا بدي أخذ 2 لحتى أقتلهم، فأنا باخذهم بالسيارة. أول شيء بقول له للشرط لهذا لإياد أبو شمات ما بيطلعوا غير ملتمين، بيطلعوا ملتمين مطمشين متأكدين مربوطة إيديهم لورا، بيطلعوا بالسيارة حتى لو بسيارتي بوشي على أقرب فيلا أنا متأكد 100% إنها سليمة هي والجوار تبعها. العناصر تبعي أنا بفتح باب السيارة بنزل بدون ما أفتح تمي ولا بحرف، العناصر تبعي بدكوا فيهم بزتوهم بالمقر اللي هو قبو اللي هو بعد بشوي بعدمهم اذا بدي اعدمهم او بتركهم اذا بدي اتركهم اللي هو، بس بالاخير انا ما بشوفهم وما بحكي معهم. طيب شوفوا الكوارث اللي بس بالحلقه الاولى. اخي صار كل هذا الكلام وطلع هذا العميد بهذا اليوم خيو سكران العميد وكشف وشه قدام العالم كويس، مع انه هذا العميد نفسه بعدين باشياء اخف خطوره ب100 مره بيكون عنده احتياطات كارثيه. طيب صار هذا الكلام خيو، تركهم مع ابو الوفا وقال لهم رح يضل معكم ليحميكم من هلا لساعة لوقت اللي بدكم، ما بيقولوا للساعة 9 الصبح. قام هن بيضلوا قاعدين بنفس المكان ليطلع الضوء. في حدا قايلين له خلصت من حبل المشنقة وهروب وبيضل قاعد، مع انه ابو الوفا ما كان في اي تلميح انه هو يضل معهم للصبح. بيقول لهم العميد عصام وراجعوا المشهد انه انتوا احرار، مثل ما في عالم بتموت فرع عمله في عالم بتعيش فرع عمله، انتوا احرار. وهو بده يطلع بقول له سيادة العميد تركت العنصر تبعك. بيقوم بيقول له هذا ليضل رح يضل لحمايتكم لوقت اللي انتوا بتنفذوا او كذا. ما بيقول لهم لتضلوا لل9 الصبح بحمايته، لانه كان منطقيا لازم يقول له ليش لنضل لل9 الصبح؟ عم بتهربنا، ليش بدك تخلينا ليطلع الضوء لنهرب؟ طيب لك يا اخي بالاساس العميد عصام ليش تركوا للصبح؟ ما هو كان مخططين تتنفذ العملية الساعة 4 بالليل، وصار كركبة وتنفذت العملية بالليل. ليش لل9 الصبح لراح على مكتبه لحتى عدمهم؟ طيب ليش لا ينترك واحد معاهم اللي هو أبو الوفا؟ طيب هذا الواحد اللي انترك معهم تخيل حالك أنت صديقي المشاهد إن قال لك إنه هذا محكوم إعدام وهذا مهرب وبلطجي وكان مركع ضيع بأكمله، إيه، وهذا الزلمه كان متهم بقضايا تفجير ديناميت واللي هو ايه، خذ انت مسدس 9 الصبح قلت لهم الاثنين ودفنهم. قال لك إيه شلون بدي اقتل الاثنين بنفس الوقت؟ هلا واحد بفهم انه ضل ماشي معه باخذه غدر، اثنين شلون بدي اقتلهم؟ بعدين ليش ليكون بالصحراء او بالبريه او بالحرش؟ وليش لحتى يكون واحد اللي معهم؟ وليش ليكون الساعه 9 الصبح؟ وليش قبل 9 الصبح ما بيفكروا يهربوا؟ انه سسبنس ايه، بس هذا استهبال لإلي كمتلقي. السسبنس الحقيقي انه انت تركب مجموعة الغاز وتخليني متعلق باللي عم شوفه لانه بدي اوصل لحل هي الالغاز، بس بالاخير يطلع حل هي الالغاز منطقي. يعني الحل انه انت تخليني اقول ليش عم بيهربون وهن محكومين اعدام، مين هذا اللي اجا، شو مدري شو، بس بالاخير تعطيني حل منطقي يا عزيزي. يعني مو معقول انت تحذرني تحذورة مثلا شو هي الشغلة اللي بتمشي على 4 ورجليها الورانيين 4 أضعاف رجليها الإدمانيين وبتنط وبتعمل
فأنا أروح أقول لك مثلا ضفدعة، عم تقول غلط جزرة، عملت لي لغز وعملت لي سسبنس انه عم تسألني سؤال لازم جاوب عليه، بس الإجابة اجت ما لها علاقة باللغز تبعك أساسا، فأنت عم تتذاكى علي، عم تخدعني. طيب ليش العمل كان عنده جماهيرية؟ هلا رح ارجع اكمل ثغرات بالمسلسل لا تعد ولا تحصى، بس انا رح اد منها شوي طول ما عندي هيك مزاج انه اتذكر. ورح اد من الاول ومن النص ومن الاخير يعني. طيب ليش العالم حبت المسلسل؟ العالم حبت باب الحارة يا حبيبي. العالم بتحب الاعمال الساذجة السخيفة اللي فيها شيء شعبوي. فهلا العالم حبت هذا العمل لانه عم بيطلع عندك عميد بالمخابرات وفاسد ومسموح انك تعرضه على الشاشة. طيب تخيل لي هلا حدا عمل فيلم عن الرسول محمد، بيضل مسلم ما بيشوفه حتى لو بده يكفره؟ بده يشوفه يا حبيبي، بده يشوفه. هذا ضابط بالمخابرات انت عم بتطالعه على الشاشة وعم بيحكي وزير. يعني هلا انت اذا بتسأل حالك سؤال، طالما وزير العدل اساسا معاهم، لخيو مين معناتها اللي حاميهم للمسجونين المتهمين بتهمة الفساد؟ ما وزير العدل اتصل وحكى مع النائب العام؟ اتصل مع جهاد سعد وجهاد عطاه للنائب العام وحكى معه. معناتها وزير العدل بالأساس هو جزء من لعبة الفساد. لك شلون جزء من لعبة الفساد؟ ما كان اتهمهم عمالة لإسرائيل وجاب عليهم شهود وخلص منهم. إذا وزير العدل بذات نفسه جزء من الفساد، مين معناتها اللي حطهم بالسجن للشباب؟ ليش هدول ما وزير العدل حكمهم إعدام بتهمة تخابر مع إسرائيل؟ طيب منكمل بالحلقة الأولى. طبعا هلا متوقع انه حدا عم بيعمل بطل مثل الاستاذ عابد فهد يكون بيعرف القصة كأنه صديق الكاتب يعني، بس مو كعابد وسامر، كأمير ناصر وسامر. فهو لحاله انه ليش نفذونا كذا، ليش تركونا لكذا، اكيد بدهم منا شيء، بدنا نقتل حدا، بدهم مدري شو، بدهم مدري شو. ركبوا الشباب البازل، طلع معه انه هذا بده يعمل لهم شيء. ايوه ليه خيو؟ ضباط المخابرات مر عليهم امور اكثر كارثيه بمليون مره. شو هالكائن هذا اللي بيقدر يقرا هاي المعطيات يعني؟ طيب يا سيدي اراها. الساعة 9 الصبح بيتصل عصام شاهين بزلمته ابو الوفا. هلا هون بيكون عابد قدر يقرب منه 30 خطوة، مع انه هو هذا طبعا هذا مثلا كمان كارثة اخراجيا، بعيدا عن انه هو شخص واحد، اخراجيا كارثة. انه خيو هذا انا ابو الوفا وانا قايل لي الضابط تبعي الساعة 9 الصبح، مع انه برجع بقول لكم ما في اي منطق، لازم ينقتلوا بالليل بأرضهم. وحتى لو ما وافق هداك العميد ما في طريقة ليرجعوا على السجن، لأنه ببساطة بيكون عصام شاهين كشف حاله أنه هرب 2 محكومين إعدام، فهن مجرد ما طلعوا كان لازم يموتوا بأرضهم، بس كان ما كان في مسلسل. طيب مع هيك يا أصدقاء ويا صديقات، طلع الزلمة خيو ووصل، عم بحكي عن عابد، ووصل وعرف كل هاي المعلومات وضل طول الليل ناطر غير ما حدا بيفهم شلون يعني. بس الساعة 10 الصبح اجى العميد عصام دق له لزلمته. اخي انا اذا كنت انا زلمته للعميد عصام وانا قايل لي بتحمي هدول الاثنين وراح اتصل فيك باي لحظة اقول لك اقتلهم وادفنهم بالقبر المحفور مسبقا، في اي طريقة وانا معي مسدسي وهن 90% ميتين، مع انهم لازم يموتوا، ما في ولا طريقه ليضلوا عايشين، حتى بالفرضيه اللي كاتبها الكاتب ما في ولا طريقه ليضلوا عايشين، ما في ولا طريقه ليرجعوا على السجن. بس فرضا خيو انا قايل لي انه هدول الاثنين بدهم يموتوا بدك تدفنهم انت، قام اجى يمشي باتجاهي، فانا قلت له خليك محلك، قام ضل ماشي باتجاهي، خليك محلك، ضل ماشي باتجاهي، بس بدي احكي معك كلمه. حبيبي هي بتصير بين اثنين اولاد هبلان، اولاد سذج يعني دون 6 7 سنين،
بيكون واحد منهم بده يسرق الطابة للثاني، بيقول له لا تقرب وتاخذها، بيقول له لك ما بدي اخذها، بدي اخذ منك شغله، بدي اقول لك شغله، بيقول له شو، بيقول لك بدي احكي لك اياها ما بدي يسمعني فلان، فبيقرب منه فبينطر له الطابة. بس واحد مثل ابو الوفا، عنصر امن، تارك عصام شاهين كل الدولة السورية وكل المخابرات السورية وكل عناصر الأمن تبعه وكل الحماية الخاصة تبعه وكل عملائه وكل زلمه، ولاجئ له لينفذ هاي العملية الخطيرة اللي هن إذا هربوا تبهدل عصام شاهين، لأنه بالليل حكى معهم هو وش لوش وقال لهم أنا فلان، أو عرفوا أنه هو فلان. طيب فأنا أبو الوفا بخليه يقرب مني 20 خطوة، وقف بأرضه، خطوة تانية بوس على رجله، خطوة ثالثة بقتله. بس لا، لازم يشلحوا المسدس. يا سيدي شلحوا المسدس وحطوا على ركبه، بيقوم بدق عصام شاهين. كمان واحد بمستوى عصام شاهين، مو مفروض في ناس مثل رأفت الوزان اللي هن مفروض أعلى من، يعني يا أعلى يا منافسين لا غالب بيك ولا عصام شاهين، بغض النظر شو طبيعة العلاقة وبغض النظر على الألبنضة اللي انت ما بتفهم هذا مين وهذا مين وهذا شو بيعمل ومين أعلى من مين رتبة وليش في بيناتهم هاي الحالة بأنه هن أعداء وما بيصفوا بعض. عم بحكي سياسيا بغض النظر عن كل هذا الكلام. أخي أنا عصام شاهين وبعرف أنه أنا ممكن تكون أرقامي مراقبة، قال خلال نص المسلسل واحد مثل عصام شاهين بيروح بيجيب أرقام بيقول له بجوز نحن نتراقب أرقامنا. أيوة، يعني هلأ غالب بيك وقت اللي صار كرهانك يا عصام شاهين صار بيحط مراقبة على موبايلاتك، بس رأفت الوزان اللي بيعرف انه انتو عصابة فساد ولاطيلكن على الوحدة ما انه مراقب موبايلاتك. طيب من مين عم بيتخبوا هي عصابة الفساد إذا رأفت الوزان وجماعته والرئيس اللي هو الأخلاقي ما عندهم مخابرات؟ وين مخابرات الطرف الثاني؟ طول المسلسل عم نشوف عصام وغالب وفلان، بس هدول مفروض هن كلهم بطرف واحد. مخابرات الطرف الثاني وينها؟ مخابرات الرئيس الأخلاقي أو رئيس الوزارة الأخلاقي وينها بالسجن؟ لا تعرف انه بالسجن هيك صار ما عندهم ولا حدا، معناتها ما في قيادة فوق هدول، معناتها هدول هن العصابة، معناتها ليه عامل المسلسل كله؟ معناتها بالأساس ما في حدا يغطيه للعميد جهاد سعد ويقول له دير بالك على هدول الاثنين. طيب يا سيدي حكى من موبايله ورد عليه هداك، رد عليه عابد فهد احترامي سيدي. لو الصوتين متقاربين أخي بتمرق. ضابط مخابرات بيحكي معه العنصر تبعه ما بيعرف صوته يا سيدي، وما عرف صوته بيقوم بيقول له صفيهم ودفنهم وبتعرف القبر. لا ما هو قايل له شو يعمل قبل بيوم. وكضابط مخابرات منطقيا بده يحط بعين الاعتبار انه الخطوط مراقبة. فببساطة شديدة ما في ولا مبرر ليعمل غير هيك. يا ابو الوفا وينك؟ بقول له بعدي بمكاني سيدي. بقول له يلا خلص اللي بايدك وتعال. خالصين، لا اقتلهم ولا ادفنهم ولا بطخهم، مشان عابد يعرف كذا، امير ناصر يعرف. هلا اذا بنمر بالمسلسل كوارث ضباط مخابرات شخصيات قايدة البلد قال بيوافقوا على مقترح انه لازم يعود من بعد الموت. لو وبس فكروا بأهل الضيعة. شوف النكتة، انه بس فكروا بأهل الضيعة، ما حدا فكر يا حبيبي ما هو رجع من الموت، صارت شوشرة، وصلت القصة لمدير الناحية. هدول ضباط مخابرات ماسكين البلد، بسببهم الكاتب سامر رضوان مفروض ما بيسترجي يدخل على البلد. ما بدي يدخل بالشخصي قلت. ما خطر لهم انه عودة امير ناصر تاني نهار رح تكشف كل الملعوب لك. ليش كانوا عم بيلاحقوه اذا بدهم يكشفوا وجوده؟ قال رح يصير اسطورة. ايه بيصير اسطورة، بيقوم السيد الرئيس والسيد رأفت الوزان بيصدق هاي الاسطورة وما بيجيبه. لكن الغبي اللي بالضيعة قال لهم معناتها مو هو المدفون. طيب هلا انت عم تحكي اهل الضيعة بينضحك عليهم خيو، طلعوا السذج اخوتنا العلويين. بغض النظر انه ما فيهم ولا حدا عم بيحكي علوي غير جهاد الزغبي، مع انه المسلسل مبين انه علوي كمان، يعني هاي بغض النظر انه شو عم بيعمل كان شوقي الماجري.
بس طلعوا سداج وما بيفهم. اوكي بس حبيبي انت مو مشكلتك بالضيعة واهل الضيعة، انت مشكلتك بالاساس يا عزيزي انه عندك زلمة عنده سر، اذا بيصل لرأفت الوزان والاخلاقيين اللي بالدولة بلتعن دينك بتقوم تفلته يروح على الضيعة. في شي مانو منطقي، استهبال للمتلقي. برجع بعيدة، مثال قلته قبل شوي. انا بسألك سؤال لأعمل لك سسبنس، بقول لك شو هو الحيوان اللي بيمشي على أربعة وبيعمل مثلا؟ انت بصير عندك السسبنس فبتقلي الحمار، وانا بقول لك لا، لك العصفور إيمانه حيوان ولا بيمشي على أربعة ولا بيعمل هيك. انت بتكون عم تضحك علي، اخذت من وقتي مزبوط بس انت ضحكت علي. الحبكة الدرامية انه انت تورطني بمتابعة الاحداث وبعدين تحلل لي كل الالغاز وانت محترم المنطق ومحترم ذكائي. انه بيرجع وقام من الاموات والعالم بتصدق. اخطاء لا تعد ولا تحصى، راح احكي منها. واحد بمستوى امير ناصر ما له علاقه بالمخابرات ولا له علاقه بالسلطه ولا بيعرف يحسبها، لو بيعرف يحسبها ما قتل اثنين وسلم حاله وانحكم اعدام والى ما هنالك. شيلكم انه انعمل بلحظه فيلسوف، بغض النظر هذا طبيعي. وقت الاستاذ عابد بده يعمل دور لازم يكتبوا له بهي الطريقه، لانه ما في نقاد تنقدوا لعابد فهد، وانا ما بكرهه بحبه، وعابد فهد نجم. وانا اذا مأذي على زملائنا الممثلين اللي عندهم امكانيات مهوله، وانما ما في لا كتاب ولا مخرجين ولا نقاد. طيب امير ناصر وقت اللي اجى يصور فيديو، راح قال صور فيديو احترس جدا لما حدا يصوره غير هو بايده، هو بايده وهو مطلوب وهربان. ورأفت الوزان اللي منطقيا هو ثعلب حتى لو اخلاقي، بس هو كمفكر اهم بمليون مرة من هدوليك صاليلون. قال بيرو بيجيب اخونا نسيت شو اسمه كممثل، فهد السكري. بيروح بيجيب فهد السكري وبيقول له حط الكاميرا وبيحكي معه. اول شيء رأفت الوزان بيقول السر نفسه ل5 اشخاص، مع انه هاد واحد مثل هاد اذا بده يعمل شغله لك يا زلمه، لك يا زلمه بيطلع الغبي والساذج اللي الامي اذكى من رأفت الوزان. اول شيء شاف اكثر من حدا، شاف العميد شو اسمه هذا العميد اللي اجى على السجن وقال له نفس المعلومه، وانه انت ما تكون محلي وكذا ومدري شو، بدنا نلقي القبض عليهم. طيب العميد مو هو نفسه هذا العميد كان معاهم هنيك؟ ايه مو مفروض انه مسجلين له اعترافات؟ ايه منطقيا سجلوا للكل. طيب شو الاعترافات اللي سجلوها للعميد؟ اذا هو متورط ماسكين رقبته، فما بصير رأفت الوزان يفاتحوا ويوثق فيه. واذا لفقوا له شغله مثل رأفت الوزان مفروض يتناقشوا بهي الشغله. هذا فجأة بينتسى. مشاهد غبي هيك، نحن هيك كتابنا هيك بلشوا للاسف الشديد يتعاملوا، انه كاتب حمار، المشاهد حمار، انه ما راح يخطر له انه هذا العميد اللي هو كان اول واحد دخل على السجن وكان راح يكشف القصة، هو كان مع ال7 او ال6 او ال8 ما بعرف اللي كانوا بهذا الاجتماع. طيب مو سجلوا للكل، ايه معناتها سجلوا له للعميد، فالعميد فاسد ولا اخلاقي؟ سقط من الحسابات عادي. رافت الوزان نفسه بيجيب اخونا فهد السكري ومبين انه معرفته فيه عادية على الاقل من الطريقة الاخراجية بالتعاطي بيناتهم، وبيصور له الفيديو وبيعطيه وبيقول له بعد ما كذا بتعرضه. نشأة ولا رأفت الوزان هو كله 10 مشاهد كان. قال له بعد ما مدري شو هلا بدهم يمسكوهم وبتعرض هاي الاعترافات. لك ليه نشأة الوزان ما مسك الموبايل تبعه لك ليه اساسا بده يسجل هاي القصة طالما هو اللي بده يعطي امر القاء القبض عليهم مجتمعين؟ هو اللي راح يعطي الامر. فحبيبي بيلقي القبض عليهم مجتمعين وبنفس اللحظة بيطلع ببث عبر الاعلام، مع انه طبعا انت ما بتفهم وين بده يبثها اساسا للفيديو، بس بيلقي القبض عليهم مجتمعين وبنفس اللحظة
بيطلع على التلفزيون بيحكي لقاء على التلفزيون أو على بث مباشر، وبيقول أنا سجلوا لي فيديو جنسي قبل أسبوع وأنا ألقيت القبض عليهم، وقررت إنه أنا حتى لو بدي أروح كبش فدا ضحية من أجل الوطن، فأنا قررت إنه أعمل كذا. لك ليه لا أعطي؟ لازم لا، ما بدك حدا يقول له للعميد عصام إنه ترى نشأة الوزان بده يعمل فيكم كذا. لك إيه بس بهي السذاجة بيطلع واحد اسمه نشأة الوزان، انت مصدره انه هو من رؤوس البلد. يا حبيبي اذا وزير العدل هو جزء صغير بالمافيا تبع غالب بيك اللي مبين رئيسها غالب بيك، يعني غالب بيك هو اعلى من وزير العدل. ممكن يكون رئيس وزارة، ممكن يكون حدا هي تبع اللمز تبع انه خيو حدا مثل رامي مخلوف مثلا، عرفت انه هذا رجل ما له علاقة بالسياسة وانما هو رجل مسيطر على وزير العدل. طيب رأفت الوزان أخلاقي وقادر عم بيحاول يحاصر غالب بيك، وغالب بيك بيخاف منه، بيكون بهي السذاجة وبهي البلاهة. سامر رضوان انت ليش مانك رئيس الجمهورية يا صاحبي؟ إذا كل هدول العالم بهي السذاجة، لأن مانو بهي السذاجة، المتلقي بهي السذاجة، بس المتلقي اللي بيعجب بهي الأعمال. طيب هلا راغب بيك بقى، أنا قلت غالب قبل شوي، المهم مانو مهم، بس راغب بيك، عفوا في حدا بسوريا بينقال له بيك؟ معقول الكاتب متأثر بالدراما اللبنانية؟ لأنه أعمال إلي معلوف لهلأ فيها بيوكي كله بيقول لبعض بيك. بسوريا كلمة بيك بتنذكر وقت الحدا عم بتمسخر على حدا، يعني شو عماد بيك وين كنت مبارح؟ بس بينقال له بيك حقيقة هو شخصية بالبلد. هلا عماد شو التفصيل يا حبيبي؟ هذا التفصيل بيقول لك انه الكاتب عم بيستغبينا بس كمشاهدين، بس بهي البساطة. ما هيك برجع بقول لكم هذا نشأة الوزان خيو بيروح بيجيب واحد وبيعطيه سره اللي هو ممكن يدمر البلد كلها، فبيروح هداك بده يقول له لعصام. طيب عفوا ليش بدي اقول له هداك لعصام؟ ليش بدي اقول له لعصام؟ يعني نفترض انه مدير الاذاعه والتلفزيون دق له الرئيس وقال له انا كشفت انه وزير الداخليه كذا 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 بدك تعمل الشغله الفلانيه. ليه لا يدق لوزير الداخليه؟ خاصه انه فهد السكري بايام بالبلد هذوك اللي طلعوا ورح ينعرف انه هو كذا. ما مهم، المهم انت تركب احداث. طيب نرجع بقى، هذا عم بحكي لكم على السياق الدرامي. هلا صدقوني اذا بمسك كل شخصيه على حدا، يعني بمشهد واحد طارق مرعشلي وخالد القيش معتقلين هدوك جوا، ببلش المشهد انه واحد منهم يأسان والتاني عم بيقول له لا يا زلمه هلا بعد كل شيء عملناه كذا، بينتهي المشهد بالعكس بدون اي مبرر. ما حدا عم بيقرا المشاهد، عن جد عم بحكي وما بتفهم شلون. طيب أخي بعيدا عن كل هذا الحكي، أهل الضيعة ليه ما دفنوا لأمير ناصر بالضيعة؟ هلا أنا بفهم إنه واحد مغتصب أطفال، طفل أو طفلة ومقطعهم، الضيعة بتتبرى منه. واحد خائن للبلد، الضيعة بتتبرى منه. قتل أولاد مدير الناحية، بس كل أهل الضيعة مفروض بيعرفوا إنه أمير ناصر بحياته ما نؤذي حدا، وأمه ماتت بسبب مدير الناحية وعمل فعل انتقامي ومات. ليه ما عم بدفنوه بالضيعة؟ 50 مشهد بالمسلسل حشو، شخصية بأكملها حشو. اخته لأمير ناصر 50 مرة بيستغربوا انه ما حدا من اولاد الضيعة كذا. لك اولاد الضيعة كلهم ما حدا وافق على الدفن يا حبيبي، ما حدا واحد اجى على العزاء. تاني نهار بينصب الجنوبي مدري شو بنص الساحة، معقول ما حدا اجى؟ بالمناسبة أسامة المصري عامل دور كويس. معقول ما حدا اجى؟ حبيبي ما راضين يدفنوا بالضيعة وانت جيت فرضت الفرض هذا بالصرماي
بدهم يوزعوا خبز، ما حدا رضي ياخذ خبز. معقول ما حدا رضي ياخذ خبز؟ لك حبيبي عم انت فارضهم انه هن من اول مشهد كلهم عندهم موقف صريح بقصة الدفن، بدهم الدفن رفضوا يندفن بالضيعة. شو هالاستسهال؟ طيب بس ليش ما عم بيندفن بالضيعة؟ ما فهمت. على فكرة إذا كل واحد مثلا بيشتغل هيك مثل أمير ناصر ما بيندفن بالضيعة، ما حدا بيندفن بضيعته بسوريا. ها، خاصة بالطريقة اللي مصورها الأستاذ سامر رضوان بالمسلسل. عنا شخصية إيجابية وحدة. ليش ما بيندفن بالضيعة؟ شلون الضيعة بتكون بهي السذاجة؟ الضيعة قال بعدين يعني عفوا. لك أخي حلو إنه واحد يعمل مشهد مثل إنه هن جايين ليسمعوا قصته لأمير ناصر، فيقوم لأنه عنده أسرار من المخابرات يطرقن إياهم ويقوموا هن يهربوا واحد ورا الثاني. طيب هلا إذا استثنينا إنه هاي القصة ب50 مسرحية عالمية وفيلم عالمي، فكرة إنه حدا جاي بده شيء بيقوم هداك بيعطيه معلومات عنه بيخوفه وبيمشي. أخي في فيلم اسمه غدي عامله جورج خباز، العبقري جورج خباز، وبظنه مشارك بكتابته. عمله جورج خباز. جورج خباز فرضيته أقرب للمنطق، وعامل نفس المشهد على فكرة، إنه بيفوت بأهل حارته اللي هن رافضين ابنه اللي عنده مرض عقلي، فبيفوت فيهم من بوابة إنه أنت كذا، أنت كذا، أنت يا أبو فلان كذا، أنت اللحام عم تخلط اللحمة. طب ما هذا الفيلم هلا مشغول السنة الماضية أو قبل الماضية. بس هون بالمسلسل فرضيته ما منطقية، لأنه بالأساس الحالة كلها ما منطقية. الشخصيات كلها متناقضة. وجود الفنانين اللبنانيين، هلا راح يقول لك شركة الإنتاج اللبنانية فرضتهم، أوكي، عم بحكي هلا على المخرج. بتقوم أنت بتوافق إنه يكون مبين العمل كأنه السوريين واللبنانيين عايشين ببلد واحد بال 2010؟ هداك محكوم إعدام بسوريا بتهمة ما لها علاقة بالسياسة. طيب آمنا وصدقنا. عطوف بنت مرته لبنانية، المصيبة انه بتحكي لبناني 100%. طيب هن وهو بيحكي سوري 100%. طيب هن وين كانوا عايشين؟ بسوريا ولا بلبنان؟ اذا عايشين بسوريا مع بعض او بلبنان مع بعض، منطقيا لازم اثنيناتهم يكون عندهم لغة وسط. مثل هلا نحن وقت اللي انا بحكي انا ومازن معظم صديقي، ما بقول له اجي، ما بقول له جيتك، بقول له ما جيتك، لانه انا عشت بلبنان سنتين بس، سنتين و8 شهور. طيب يوسف الخال اخذ اخته لامير ناصر، يوسف حداد، ابوه ليوسف حداد كانه طلع سوري بالعمل، ما بعرف. طيب شيل لك يعني يا اخي، في شغله لا علاقه باحترام هذا المشاهد. انا ما بلومه لسامر رضوان ككاتب، حقه يعمل ماده وتنباع وانباعت وعملت له سوكسي وعملت له دخل. بالعكس، انا برايي من حق سامر رضوان اكثر حدا بالعمل اليوم يحتفل بمنجزه. عم بحكي جد، قدر يمرر منجزه على كل هي النجوم. تعرفوها حكايه المتنبي؟ احد مدعي النبوه، وقت اللي مسكوه راحوا يحققوا معه، قال لهم يا أخي شوفوا قومي قبل ما تحكموا على أنه أنا نبي ولا ماني نبي. راحوا أخذوه لعند قومه، قال لهم اللي بيدقر أرنبت أنفه بلسانه بيدخل الجنة. قام كلهم صاروا يمدوا لسنتهم. التفت عليه الخليفة قال له والله معك حق تعمل عليهم نبي. ليس حجه بيمدح هيك ناس؟ ليش؟ ما فهمت. هلا حابب ليس حجه مثلا يعمل حاله الأب الروحي للوسط الفني ويعطي شهادات حسن سيرة وسلوك فنيا؟ ما فهمت. لا، وبطريقة يعني لو قايل أخي النص مثلا ورقه رابحه بايد المخرج، كان لساته ما شايف غير 3 حلقات، مع انه هو لو مخرج ليس حجه، لو مخرج شاطر او لو انسان حقيقي، واحد من الاثنين، قد يكون مخرج ممتاز وانما انسان كذاب. لو انه مخرج حقيقي وانسان حقيقي ما بيقدر ما يشوف الثغرات اللي بالحلقه الاولى. الفرضيه كلها ما لها طعمه، بدك تهرب اثنين بدون ما تغطي على الاثنين، بدك تعدمهم محلهم. شفتوا واحد بالعالم
مشان يحمي الايفون تبعه عن سبق اصرار وترصد بفجر البي ام اكس تبعه. واحد مشان ما يتهم بانه متواطئ بتهريب من السجن مع انه في 1000 شاهد انه هو ما له علاقه، هو كان بالسجن عم بيستنى تنفيذ حكم الاعدام. وفي نائب عام وفي شيخ بيروح بيقبل يجيب اثنين موصى عليهم من اعلى المستويات انه ما ينقتلوا ويعدمهم. طيب اخطاء هيك عابره رح عدهم هيك بس عد بدون شيء. هلا بتفهم انه ضابط بالسجن بيسيطر على مجموعه عناصر بيخليهم يؤتمروا بيأمروا، هذا بتفهمه. بس ضابط برتبه عقيد بيقدر بيوم واحد يقنع المساجين يعملوا استعصاء مسلح او يعملوا استعصاء بالسجن بنهار واحد؟ شو مجانين اللي عم بيشوفوا المسلسل؟ ايه بده ياخذ زيارة العميد عصام ناصر بالسجن. لك اخي ليش كل هاي الطبخة؟ ليش يعملوا استعصاء؟ لك انت شوف الهبل، شوف العبط. لك ليش لا ينعمل استعصاء؟ لانه مستحيل اساسا ينعمل استعصاء. اخي المساجين بسوريا ممكن الضابط يقنعهم يضربوا سجين تاني، بس يعملوا استعصاء ويقتلوا 2 عمداء؟ مو بدك تقتلهم هن الاثنين؟ ايه بيقول لهم العقيد الفلان انه بدي اياكم لموضوع ان كان بالسجن او برا السجن. لك اخي بصفوهم بالشارع يا حبيبي، بصفوهم بالشارع بهي البساطة. اخي بده يصفوهم بالسجن بينعمل استعصاء. ليه لا ينعمل استعصاء؟ يعني شلون اساسا لا ينعمل استعصاء؟ شلون انا اتخيل حالي مسجون؟ مين هذا العقيد اللي بيقدر يجي يقنعني اعمل استعصاء وطالب بمدري شو؟ ليش شو العلاقة اللي بيني وبين العقيد انا؟ بيقول له واليوم في شغله طبعا ما حدا لاحظها، المسلسل كله اذا بتقرا انت شلون حكايته بتقول كله ما مر عليه 5 ايام من وقت اطلاق سراحهم للشباب، مع انه بمطارح تانية قبل فتره اجى مدري مين. هو مفروض بنفس اليوم او بالنهار. هي الاخطاء اللي هيك على الهامش. كل ما عم بتذكر شخصيه عم بيطلع فيها 1000 خطأ. نجي على الجانب الاخلاقي. ارجو هلا انا رح اقرا، اجاني 5 6 رسائل وكثير من التعليقات، بس هلا انا رح اقرا الرسائل. بتمنى تبعتوا رسائل اصدقاء صديقات اللي عنده ملاحظه يقراها، لانه انا بدي اخلي هذا الفيديو مشان اللي بده يشوف المسلسل ويحاول يقول اخي في عالم مدحته. طيب في حدا حاول يشوف شو الثغرات اللي فيه؟ يشوفوا هذا الفيديو. طيب اخي شو بدك تقول بالمسلسل؟ في ضباط فاسدين بالبلد. هلا انا ما بدي اتدخل بالكاتب سلوكيا كسامر رضوان، بس انت مو هذا نفسه اللي قلته بلعنة الطين بنفس الطريقة؟ انه في مسؤولين بالدولة، عبد العليم علام اللي بعدين تغير اسمه صار عبد الله مدري شو، مو هذا نفسه اللي قلته بلعنة الطين انه هن مغطين الفساد؟ ومو نفسه عبد العليم علام اللي عمله الله يرحمه خالد تاجة كان عنده منافس بده يكشفه بالاخير طلع برا البلد بسببه؟ مو هذا نفسه؟ ولا انا غلطان؟ شو بدك تقول بالمسلسل؟ اخي في خلل، في ضباط مجرمين وعم تقولها على صفحتك وعم بيقولوها نص السوريين على صفحاتهم الشخصية. انت شو بدك تقول بالمسلسل؟ المقولات الضمنية والمقولات العامة. وشفت قبل شوي لقاء على صفحته لسامر عمله قبل المسلسل مع لانا الجندي، وعم بيحكي له عن احترام الجمهور مع انه هو ما محترم الجمهور ولا بفرنج. عم بحكي له عن مهارة الصنعة مع انه مهارة الصنعة صفر. بيجي واحد هلا بيقول لك يعني هلا بدك تكسر تلعن سما ربه للمسلسل؟ ما بدي كسره، هو مكسر خلقه يا حبيبي، هو مكسر خلقه. مثل ما انه انت ما بتصدق اللي كتب اللي اخرج اعمال مهمة، ما بدنا نقول نابليون والمحروسة ما الاجتياح يا سيدي. شلون بيعمل هذا المسلسل بهي الرداءة؟ بدك تقول خيو لعنة الطين كان فيه مشاكل كتير بالمناسبة. وانا ما بتصدق انه نفس الكاتب اللي كتب هذا المسلسل، في شي ما منطقي.
شو المقولة اللي بدك تقولها أخلاقيا؟ شلون العمل بينتصر لواحد مجرم؟ بيجي واحد بيقول لك أمير ناصر مظلوم. بالمناسبة الشارع على مين بتنطبق؟ كأنه الظلم خلقان إلي وحدي. هلا شعرها حلوة وكلمات حلوة ولحن كويس، بس على مين بتنطبق؟ وين انظلم أمير ناصر؟ انت مصدره انه كان بحل وبيربط مو بس بالضيعة بالمنطقة. صارت معه مشكلة مع مدير الناحية، اجا مدير الناحية اخذ امه على السجن، طلعت من السجن ماتت لانه هو كان عم بيتعذب. هو كان ضارب اولاد مدير الناحية، قتلهم قدام ابوهم. طلع من السجن محكوم اعدام، هرب من السجن قتل واحد بعد ب5 دقايق حتى لو كان بده يقتله. طيب لا، بس امير ناصر مصدر انه هو بطل روبن هود. شيلكن عن بيكتب وبينسى. امير ناصر عنده بيت ولا ما عنده بيت؟ قبل بحلقتين بيكون عم بيقول لحدا انه انت بتعرف يا شيخ فلان، انا بيت ما اشتريت باسمي لانه في فقرة بالضيعة. بعد بحلقتين بيقول لمرته بكتب لك البيت تبعي اللي قاعدة فيه هلا وكذا. عنده بيت ولا ما عنده بيت؟ طيب اخي مظلوم ومدري شو، بطيخ مبسمر، عم بيضرب جوازات ليهرب. هذا اي حدا مجرم انت بتعاطف معه اذا كان هو بريء بده يتحمل ذنب اضافي. شلون بيوافق انه عطوف يروح ببلاش هيك يموت يعني؟ شلون بيوافق انه يرافق العميد عصام اللي هو بيعرف انه في برقبته عشرات القتلى؟ اخي ما في غير 2 اللي هن انعدموا ابرياء بداية المسلسل محلهم. شلون بيصير صاحبه بيصيروا انتيم؟ هاي الاحاديث تبع الوفا ليش هي محصورة بين المجرمين والسفلة؟ ما فهمت يعني. شيلك ليش صحي ضميره لفادي صبيح وقت اللي اجا عابد فهد بالفلاش باك؟ انه فادي صبيح مفروض بيشتغل بمكسرة للسيارات، بيعرف انه صاحبها حرامي، وفادي صبيح مفروض حرامي مثله عم بيشتغل معه وبيعرف كل شيء. بيجي عابد فهد قام بيجي قال فادي صبيح بيهمس لزلمته لعابد فهد انه معلومة، فبيقوم هداك بيحبسه، قام بعدين بيجي بينقذه. شو صحي ضميره لفادي صبيح يعني بلحظة؟ ما فهمت. ولا هذا ماله على يا حبيبي؟ انت اذا اي حدا بدك تصحي له ضميره بلحظة وتموت له ضميره بلحظة، مقولتك الاخلاقية كنص عم بتقدمه وينها؟ رسالة للأستاذ سامر رضوان: لا أحد يتغير، هناك من يجيد تمثيل ذلك. كتبتها قبل شوي منشور. حدا بتغير، العالم بتجيد ادعاء انها تغيرت. طيب يعني نحن ما نعطي للناس فرصة تانية؟ لا، مرات بنكون قريانين الناس خطأ، بتكون الغلط عندك. انه هو تغير ما راح يتغير، بس انت بجوز بالبداية كنت شايفه انه حدا وسخ، حدا انتهازي، حدا مدري شو، لانه هيك حكوا لك عنه. بعد فترة اخي والله انت تعاملت معه طلع لطيف. إيه لا تغير؟ لا ما تغير حبيبي، انت الصورة الاولى عنه غلط. مقولة العمل شو؟ بدال ما اللي يطلع برا البلد ويوقف على سفح الجبل او على مطل سوريا يكون حدا اخلاقي وودود ليقول هي الجملة اللي العالم شاركتها كأنه هدول مانهم مجرمين. طلع بالبلد والعالم شاركتها بتعاطف كأنه اللي هربان هو واحد مثلا قتلوا له أهله وهو بألف يا زور قدر يهرب برا البلد وملعون دينه لأنه طلع برا البلد. 2 مجرمين حبيبي اللي طلعوا برا البلد. أبسط جريمة عملها أمير ناصر إنه ما عنده مشكلة يموت عطوف مع إنه ما له علاقة بالقصة كلها. سقف شغلته مزور جوازات ببلد راسمها الكاتب إنه ما فيها ولا واحد نظيف، ولا واحد بالمسلسل، ولا واحد نظيف. نشأة الوزان هو أخلاقي؟ ليش متعاطي معه أنت بطريقة المجرم وحاططه ند للمجرمين والسفلة؟ وين انتصارك الأخلاقي لإله؟ المخرج الساذج اللي اسمه شوقي الماجري شو خطر له انه نشأة الوزان يحكي بطريقة المجرمين واللصوص وهو نظيف؟ ليش خلى على راحته؟ هلا جمال قبش كل اللي بالوسط الفني السوري بيعرفوه، من جماعة الأوفر لعند الله. بس أنت دورك كمخرج يا حبيبي تقول له لحظة لحظة، هذا حدا حقيقي، هذا حدا بالمسلسل مكتوب أنه رح يقرر يفضح نفسه من أجل حماية البلد.
ما ضل غير يعمل له مسلسل رديء بكل المقاييس. مسلسل رديء بكل المقاييس. هلا حدا علق لي لك شكرا يا اصدقاء، حطونا هدول مدير الناحية وين اختفى؟ جبان ما بده يقتلوا لأمير ناصر. رديء رديء، مقولات أخلاقية ما في. لك بيكتب وبينسى، مانو مراجع المسلسل مرة سامر رضوان، وهي مشكلة. ما بدي أحكي بالشخصي صدقوني، بس مثلا شو مشكلة الزميلة اللبنانية ستيفاني صليبة مع عطوف اللي هو جوز أمها؟ في تلميحات إنه متحرش فيها. هو سلبي ولا إيجابي عطوف؟ معاها عم بحكي، بلحظات بيحكي معها بمنطق الأب، وهي ما بتقله إنه أنت متحرش فيني خراس. في معلومة بينسوها الأساتذة اللي بيكتبوا وبيخرجوا، تحديدا اللي بيخرجوا. بالزمانات أنا حكيت نفس الملاحظة بمكان ما بتذكر إذا قلت على الفيسبوك، كمان مسلسل لعابد فهد. يا صاحبي الحب بيشتعل بين اثنين، بس بده أسباب منطقية. كويس؟ بالزمانات عابد فهد كان عامل دور واحد فاقد الذاكرة، ما معه مصاري، اجوا جابوه حطوه ببيت وحده نسيت شو اسمها، من كمان النجمات اللبنانيات كانت عامله دورها، حبته. عبد مانو وسيم كبني ادم، كبني ادم، لك انسى انه ممثل نجم وعملاق، كبني ادم مانو وسيم وفاقد الذاكره. يعني ما في منطق لتحبه. يعني المرأة اساسا شو بتحب الرجل؟ بوضوح شديد، فكره، اخلاقه، شكله، ماله. شو بتحب؟ شو اللي بيغري المرأة لتحب زلمة؟ منطقه. كان فاقد الذاكرة عابد فهد، حبته بنت بتشبه الله وعندها كل شيء لتكون تعيش حياة سعيدة. ليه؟ بتقلي هيك بيصير بالحياة. لا، ما هيك بيصير بالحياة يا عزيزي. اللي فاقد الذاكرة ما في مرة بتقول له مرحبا. هلأ هون دخل هربان فراري مدري شو، قال بتقول له بتكون عم بتبازر على الفرنك لأنه هي مقضية حياتها تزوير جوازات سفر. بتقول له شو بتشتغل؟ بقول لها عرضة للابتزاز مدري شو. ايوه، أمير ناصر بيحكي بهذا المنطق. ليه حبته؟ كوارث كوارث. المسلسل كارثي. طيب ليش العالم شافوه؟ العالم شافوه أول شيء انعمل له بروباغندا ما لرب. والحقيقة هلا أنا قلت لكم ما رح أحكي بالشخصي، وإنما الحقيقة إنه صار شيء شخصي خلى العالم كتير تروح باتجاهه. صار إنه الزلمة طلع عمل خطاب على محطة، هذا الخطاب كان هيك، فالمؤيدين صاروا يقولوا يا أخي معه حق إنه في فساد ببلدنا. يا حبيبي بس هذا متصور بأفرع المخابرات. والمعارضين صار بيقول لك عم بيكشف الفساد ببلدنا. حبيبي هذا الكلام عم تقولوه من 8 سنين بالفيسبوك، وعنكم 50 محطة عم بتسب من ام الرئيس وانتم نازلين لام اصغر عنصر مخابرات. طيب ليش عم بيشوفوا الناس؟ حبيبي الناس بتحب المسلسلات الساذجة اللي بس فيها سسبنس كذاب. بس حتى هذا السسبنس اي حدا بيفهم ما بيشوفه سسبنس. القصة كلها بالاخير بتنحل بانه واحد مثل نشأة وزان عطى لحدا يصور له. نص المسلسل انه داخل على الضيعة، بعدين في تقريب على تابوهات. في شغلة كمان غريبة، وحده سامر رضوان بيقدر يكتب عن ضباط مخابرات سوريين ويمشي النص له تبعه بالرقابة. امبارح في حدا ناقد
قال بيقول انه استطاع سامر رضوان خداع الرقابة السورية. حبيبي بيخدع الرقابة السورية واحد عامل حاله مؤيد وبالاخير بده ينشق هلا. واحد مثل عمر أمير لاي كان بيشتغل بمؤسسة السينما وبيفهمون انه عم بيعمل مسلسل عن الحزب وبيطلع بيطعن بالمسلسل، بيطعن بالحزب عفوا. واحد مثل ما عمل هذا الثاني تبع المعارضة، ما هن اوسخ من بعض تبع النظام وتبع المعارضة، انه واحد على اساس عامل شغله إلها علاقة ب طبعا المعارضة الحقيقة اوسخ. واحد رايح قاعد عن جهاديين مفهمون انه هو مع مشروعهم الجهادي، بالاخير راح قدم فيلم وصل للاوسكار وهو عم بيستغل العالم وضحكان عليهم وهو قاعد معهم وهو بيعرفهم قاعدة ووثقوا فيه. هلا ايه بتقول خدعهم؟ سامر رضوان مفروض عليه قضية جنائية ومفروض عليه قضية انه هو معارض ومفروض هو ضد الرئيس، بيكتب بصفحته ضد الرئيس. مين اللي مرق له المسلسل؟ خدعهم. شلون خدعهم يعني؟ المسلسل ما ضل حدا ما عرف انه عم بيتصور، وما ضل حدا ما عرف انه لسامر رضوان، وما ضل حدا ما شاف سامر رضوان بالداخل عم بتصور مع فادي صبيح ومع فلان وعلتان. هذا كله بيعمل بروباغندا للمسلسل. بس بالاخير انشاف المسلسل قد 1/10 من باب الحارة اللي هو من أردى المسلسلات السورية. هلأ هون بقى بدنا نحكي شغلة بسيطة أخيرة. لازم سامر رضوان يكتب، ومن حقه إنه يكتب، ومن حقه يكون عنده أعمال مشاهدة. بس من حقنا سواء كفنانين، سواء كعوام، سواء كمشاهدين، نقول قديش هذا العمل جيد ولا سيء. من حقنا نقول ليش هاد بينعمل له عمل بالداخل في حين عماد نجار بيكون عنده مسلسل بالداخل مثلا. بينزل المخرج من ابو ظبي على الداخل السوري خرط ثاني نهار بيقول له يعطيك العافيه، مع انه عماد ما بيحكي مثل فلان. من حقنا نفهم، من حقنا نساله شو المقولات اللي بالمسلسل، شلون بتنتصر لواحد بلطجي ولواحد عميد مدمر البلد وبتطالعهم العالم تتعاطف معهم باخر مشهد وهذا نصك. شو كشفت لي من لعبه الفساد؟ عم بتقلي انه في ضباط كبار وفي عصابات على مستوى مافيات، ما في حدا ما بيعرفه بالداخل وبالخارج، مؤيدين ومعارضين. اخلاقيا المسلسل ما منيح، مثله مثل الهيبة على فكرة. حتى تيمة الهيبة انه البطل الروبن هود اللي هو بنظر القانون مجرم وبنظر الاخرين او على الاقل بنظر المشاهد لازم يطلع بطل. للحظة يعني لولا انه ما بعرف شو بدي احكي، للحظة بتحس انه مثل ما بتحس انه نوح زعيتر ورا الهيبة اللي هو بالمناسبة لنفس الشركة. عن جد عن جد صار عندي شك انه ممكن يكون نوح زعيتر هو عم يشتغل مع الصباح بيمولهم. تجار المخدرات، تجار الحشيش، وتجار البشر والعصابات، عندي صار احساس انه هي اذكى من النخب السورية. هي بتمول مسلسلات يطلع فيها البطل اللي بيتاجر مخدرات وفارض سيطرة أمنية ضد الدولة وضد المؤسسات بحارته هو الإيجابي. صفنوا فيها. أمير ناصر وافق على قتل عطوف. أمير ناصر صادق عميد بيعرف أنه مو متهم، مثبت عليه القتل بما لا يقبل الشك. أمير ناصر فتوة. بسوريا نحن عندنا شغلة اسمها عشماوي، هلا طلعت براسي لأنه قلت لكم إذا بتصفن بكل حلقة في 500 قصة. عشماوي تبع الإعدام اسمه عشماوي نحن عندنا بسوريا. أخلاقيا ما منيح، مقولات المسلسل ما منيحة، كل نداء للخروج عن مؤسسات الدولة ما منيح، خاصة بعد الكارثة اللي ضربتنا. اللي طلعوا عن مؤسسات، عن سيطرة المؤسسات هي أفضل شيء. اللي طلعوا عن سيطرة مؤسسات الدولة إن كان داعش وإن كان نصرة وإن كان جيش حر وإن كان دفاع وطني مجرمين، ما بصير نمدحهم.
في فساد بمؤسسات الدولة، بس في حد أدنى. والدليل لا سامر ولا عابد ولا التاني بيقدروا يعيشوا بمنطقة هدول. ما بصير يطلع البلطجي اللي عم بيفرض هو البطل الأخلاقي. رح اقرا الرسائل. طبعا هلا رح اقول لكم على شغله، في مافيا، هي مافيا الصحافه والنقد والكذا. كل هاي الاخطاء اللي رح اقولها انا ما رح حدا يتعرض لها، لانه هدول المجموعه مشترين كل الصحفيين بطرق مختلفه وكل النقاد. حكيت ببدايه الفيديو انه والله فلان صاحبه لفلان بده يقول له، بيقول له اكتب لي عن الشغله الفلانيه، بقوم بيكتب بدون ما يشوفها. في واحد على فكره من اصدقائنا هلا قبل شوي كان عم بيشوف، ان شاء الله يكون لساته عم بيشوف مشان ما يفكر استنيته، لانه انا ما بين عندي انه راح. مدح المسلسل وكتب تعليقات على صفحة سامر، وتاني نهار عم بيحكي معي تليفون، قلت له انت شفت المسلسل؟ عم قال لي ايه شفت منه شوي. قلت له شو شفت منه؟ صحفي ومعتقل سابق بالمناسبة. قلت له شو شفت منه؟ قال لي شفت منه شوي. قلت له شفت الحلقة الأولى؟ عم قال لي لا مو كلها. قلت له مالك شايف ولا ضربة يا زلمة؟ لك عيب، عيب تمدح مسلسل مالك شايفه. قلت له المشكلة فيكم بدنا نقول الاسم شوي تاني، عم تمدح مسلسل مانك شايفه يا زلمة. طبعا هذا الزلمه مشتغل بالصحافه لمده 20 سنه، ما مطالع عشر اللي مطالعه سامر من وراء هذا النص الرديء. وبالاخير بيقول لك لماذا السلطه مدري شو. مقولتي واضحه، السلطه مفرز النخب. السلطه مفرز النخب، الانظمه مفرز النخب وليس العكس. انت اليوم عامل مافيا لتغطي لك على مسلسل رديء، سواء كنت شركه انتاج او ممثل او كاتب او مخرج. ما بيحق لك تنتقد سلطه عامله مافيا لتغطي على نظام حكم رديء بهي البساطه. هذا الكلام نفسه تبعي هلا بتاخذ بينعمل بلقاءات تلفزيونيه لنفس الاشخاص اللي عم بيعملوا عكسه. هلا في شغلات كمان، هي تبع الكواليس. ما بحق لك تنتقد سلطه عفوا عامله ما في شغلات، هي تبع الكواليس، انه حدا حاطط صورته للعميد عصام وحاطين صورة حافظ اسد، انه هذا اللي عمله عصام بالمسلسل بيشبه الانقلاب اللي عمله حافظ اسد واللي سمي بالحركه التصحيحيه. هدول كلهم دسه جماعه المسلسل من الكواليس، دسه جماعه المعارضه. طيب اذا كان هيك معناتها حافظ اسد عمل الانقلاب وقت اللي كان مبلش يصحى ضميره ويراجع نفسه. يعني سامر رضوان ما أنه معارض مثلا؟ يا جماعة اليوم ما في أسهل من انك تحكي بمواضيع كبرى بالتلميح، بس هو تلميح مباشر، والسلطة مرقته، السلطة فاتحة أفرع الأمن تبع للمسلسل. هلا إذا بنتعلم شيء من دقيقة صمت، أنه أوعى جهة بسوريا هي السلطة والمخابرات، هن أوعى شيء. بيعرفوه معارض وبيعرفوه عم بيسب على الرئيس وعلى القيادة، وبيمشي المسلسل وبتصور بأفرع الأمن. وبالاخير بتقول له، بيقول لك ايه نحن مين قال انه ما في فساد بالبلد؟ طلع الكاتب قال انه هو معارض وضد السلطه وضد كذا، طلعوا كل العاملين بالمسلسل قالوا لا مو مزبوط هذا الكلام. يعني بنعرف انه في فساد، بس نحن موقفنا مع الدوله ومع السيد الرئيس واضح. القصه بهي البساطه. طيب هلا في حاله سعي بقى مشان لقدام، ما لنا فيه نحن إن المسلسل نفسه رديء ولا منيح. هلا انت مبسوط انه حدا يحكي لك حكايه تبع بنت الكبة؟ هذا السسبنس بتعرفوها تبع بنت الكبة، انه عم بيلعبوا شدة بمدينة جامعية مدري بكهف مدري وين، مجموعة
بتقول له ايه؟ بقول لك يا زلمه رح موت. بقول له شو؟ بقول لك قاعدين عم نلعب شده، علقنا وكذا مدري شو، لك والوضع ما في شيء يعني هادي وكذا. بتقول له ايه؟ بقول لك يا زلمه مدري شو يعني مشكله باللعبه، وضرب فلان الورق وطلع الورق نزل برا وكذا. قال له ايه؟ قال له طلعت يا زلمه لجيب الورق، واذا بلاقي بنت مقطعه 100 شقفه. هداك بيجي لا شو بتحكي؟ بقول له طلعت بنت الكبه. سسبنس بس عم تضحك عليه وما عندك مقوله تقولها. والفرضيه كلها غلط وما ظابطه، وشكله المخرج بيعرفها ما ظابطه والممثل بيعرفها ما ظابطه. بربي كان دعوك هلا بيروح المسلسل ليكو باب الحاره راح. بس الوسط الفني السوري رايح باتجاه الأسوأ. هي النوعية من الأعمال بتنعمل بلبنان كانت قبل 10 سنين. بالعشر سنين الماضية الحقيقة الشباب بلبنان استفادوا من التجربة السورية، من الخبرات السورية، وصاروا يعملوا مسلسلات كويسة. ونحن صرنا ناخد تبع انه جلال بيك المافيوز اللي مدري شو فلان مدري شو، وصرنا نخلط عباس بدباس وعلى اولاد اصدقائنا شباب هيك ممثلين ظراف، عدي الطفيلي وامل طالب وشو اسمه، اصدقائنا بلبنان ممثلين بيعملوا انه بيضربك كف. قلت له انت بتضربني؟ بيدخل واحد بيقول له ومو انت بتضربني، عاملينها باللبناني بتضربني. بيدخل واحد من برا بيقول له ما فيك تضربها، هيدي بنتك. بقول له شو؟ قلت له هي ايه يا بيي؟ انا بنتك اللي هربت منك قبل 30 سنه. بيدخل واحد بوف كذا مدري شو. لا انت بنتي، انا اللي بدلت الاولاد. بس حكي فاضي. لشو ما في معنى. هلا خلص مسلسل دقيقة صمت، شو استفدنا منه يا اصدقاء ويا صديقات؟ كمقولة، شو مقولته للمسلسل؟ شو بتختلف مقولته عن لعنة الطين؟ انا ما شفت ولادة من الخاصرة، مع انه كمان كان فيه ضابط، وكمان ضابط مشوه نفسيا والى ما هنالك. عفوا يعني نفسه الضابط اللي كان بلعنة الطين نفسه بيزبط يكمل ولادة من الخاصرة، ونفسه بيزبط يكمل هون. شخصية واحدة. شو مقولته للمسلسل؟ في مافيات عم تتقاتل. في حدا بسوريا ما بيعرف في مافيات عم تتقاتل؟ عطيتني عمق مين اللي عم بيعمل هاي القصة؟ عطيتني عمق شو جذر هاي القصة؟ عطيتني عمق ليش العوام السوريين ضايعين ما عم بيعرفوا شو عم بيصير؟ دخلت لي على شخصية اقدر من خلالها افهم كيف لازم اتعامل مع كل هذا المعطى. شو عملت؟ طلعت لي ضباط عم بيصفوا بعض بطريقة غبية. واحد مثل راغب بيك، برجع بنقول كلمة بيك ما موجودة بسوريا من 50 سنة على الأقل. بس واحد مثل هاد قال بيقول له والله فكرة معقولة، فكرة ممتازة انه شو، انه عاد من الاموات. ما بيحسبوا حساب انه نشأة الوزار رح يعرف انه طلع هذا الزلمة، وبالتالي انكشفت القصة كلها. بعدين نفسه راغب بيك بيقرر يصفي جهاد سعد وعصام شاهين عن طريق اياد ابو الشامات. بغض النظر عن الاسماء لا تدقوا كثير، قلنا لكم انا جهاد ما بقدر اشوفه غير جهاد، هو طول الوقت جهاد. اذا عمل دكتور جامعة، واذا عمل ضابط مخابرات، واذا عمل مجرم تحت التعذيب عم بيعذب العالم. طيب بس بده يقتل خالد القيش وجهاد سعد عن طريق اياد ابو الشامات. ايه بيقوم بيدفش بعدين ضابط ليقتل اياد ابو الشامات. ليه خيو؟ مشان يخفي المعلومة. وهذا الضابط الجديد
الذكاء انه انت تقطع السلسلة، تقول له مثلا لإياد ابو الشامات مثلا على سبيل المثال للحصر، خلص منهم وحاكيني بالساعة الفلانية بدنا نلتقى بالمكان الفلاني، هذا المكان يكون ما حدا بيعرفه غير انت وياه، انت تطعنه لتقطع السلسلة. شو استفدنا اذا رجعت حطيت الضابط الجديد محل اياد ابو الشامات؟ والضابط الجديد لين ما رجع طلع حدا قتله للضابط الجديد عفوا يعني، وحدا قتل الضابط اللي بعده. لك في استغباء للمتلقي. في استغباء للمتلقي حقيقي بكل شيء. رح نشوف شو التعليقات. حدا بعت لي انه انت ناقصك هلا يشتغلوا فيك جماعه الوسط الفني. انا اكثر حدا ناقصني يشتغلوا فيني جماعه الوسط الفني. اذا بعمل بكره مسلسل وبيطلع فيه ثغرات، يلعن ابوه اللي ما بيقول لي اياهم بوشي، ويلعن ابي اذا ما بشاركهم على صفحتي. لانه اذا انا بدي اعمل مسلسل ككاتب او كمخرج، ابسط البديهيات، كيف اذا مسلسل انا عم يعني مفروض انه اتحدى لسامر يشارك هذا الفيديو على صفحته. يلا اتحدى يشارك هذا الفيديو على صفحته. كل العالم اللي مدحت هلا، اللي العالم اللي مفكره انه النظام معارض، من لكم يا جماعه طالما في عصابه متورطه من اعضاء وزير العدل، معناتها مين اللي فوق وزير العدل اللي انضاف؟ معناتها الرئيس نظيف، معناتها كل المؤيدين معهم حق. الرئيس نظيف واللي وراه وسخات، هذا رأي المؤيدين. فأنت كمعارض مفروض ما تطرح لمسلسل لأنه عم بيقول رأي المؤيدين، ما عم بيقول رأيك. طيب أصدقائنا المؤيدين اللي عم بيقول لك فساد والعمل وطني ويكشف الفساد، الزلمة عم بيقول لكم إنه العمل معارضة، وعم بيقول لكم إنه كل النظام بهذا السيستم. طيب يعني هو العمل مؤيد ولا معارض؟ لا هيك ولا هيك، العمل ألبنضة. وين بنقدر نستفيد منه؟ بنستفيد منه. المؤيد بيشوفه مؤيد والمعارض بيشوفه معارض، وصلى الله وبارك. بس بهي البساطة. بس هو اساسا ما فيه مقولة. لو فيه مقولة بيقول لك هو مع اي جهة اخلاقيا، بيجي واحد بيقول لك بجوز يكون مانو مع الجهتين مثلا، بتقول له ايه؟ بده يقول لك ليش مانو مع الجهتين ووين محله وكيف شايف الامور. بس انا مع المعارضين معارض، مع المؤيدين مؤيد. عم بحكي عن النص، عن النص مو عن سامر رضوان. ما بيعنيني سامر رضوان على المستوى الشخصي. على المستوى الشخصي هديك مواضيع اخرى. بيعنيني على مستوى النص. امبارح هاني الملازي، واحد كان بيشتغل بإذاعة، لساته على قناة أصدقائها، كان بيشتغل مذيع، كلكم لازم تعرفوه إذا شفتوا شكله. مادح بالنص إنه النص عظيم ويكشف الجرائم تبع النظام ويكشف مدري شو. والله شبوبا هاني الملازي ويوسف المقبل بنفس الطرف. ليش مات نص مليون شهيد؟ هذا هاني الملازي منشق وطالع كان عم بيشتغل بالإعلام الممول خليجيا من 7 سنين، وعم بيسب على النظام وعلى السلطة، وما بيقول عنه غير النظام مجرم. والله كتير برافو انه متفق مع محسن غازي اللي كان عم بيخون كل المعارضة. ليش ماتوا النص مليون؟ على اساس عم بيمدح هاني الملازي؟ على اساس غباء مانو قريان انه المسلسل عم بيقول انه في سلطة عليا بسوريا هي نظيفة واعلى من هدول اللي هن الراغب بيك وفلان وفلان؟ ليش مين قال غير هذا الحكي؟ ليش انت اللي معناتها عم تلوم المؤيدين؟ الفنانين المؤيدين ان كان هاني وان كان النخب المعارضه، ليه عم تنابوا؟ المؤيدين كلهم بيقول لك انا لا اثق غير بشخص السيد الرئيس. هلا بس المشكله انه حضرتك كهاني الملازي لولا العلاقات الشخصيه مفروض تقول لا، انا ارى انه الرئيس بذات نفسه، انت هيك بتقول بالعاده، فمفروض تطالب سامر رضوان انه يكون اقرب لك، مو مثل المؤيدين اللي عم بيقولوا انه الرئيس كويس واللي حواليه عرصات. بس هذا ما صار بالمسلسل. ما في هذا الكلام بالمسلسل. في نشأة الوزان اللي هو لسه مانو الرئيس نضيف. واكيد لو الرئيس وسخ اللي هو اعلى سلطه، لو اساسا السلطه بسوريا ديكتاتوريه قمعيه، ما بيكون في هذا المسلسل كله. يعني مجرد انه سامر رضوان يقدم مسلسل يتم في الداخل، هذا دليل انه سامر رضوان بيعرف انه السلطه ما أنا مرتبطه بشخص واحد، وهذا عكس ما يقوله هو وكل المعارضين.
الخلاصة استمتعتوا انبسطتوا؟ منيح عال. بس حدا يعمل مسلسل عظيم؟ لا اسمحوا لنا. المسلسل العظيم اللي بيكون منسجم مع نفسه فكريا، اللي بتكون حكاية عنده حكاية مشوقة وواعية وتقدم ما هو جديد على مستوى على الأقل المقولة وعلى مستوى على الأقل شكل الحكاية. المسلسل الكويس هو المسلسل اللي بيعرف المشكلة الاجتماعية اللي نحن فيها، إذا بده يحكي بالاجتماعي ويروح باتجاه نبش حقيقي يرجعنا لأسباب هاي المشكلة. المسلسل الكويس اللي ما فيه ثغرات، ما فيه أشياء متناقضة، ما فيه أشياء بنكتبها وبننساها. المسلسل الكويس مو المسلسل اللي بتوافق عليه المخابرات السورية لينشغل بالداخل السوري بسقف جرأة أعلى. بس بهي البساطة. وأنا متأكد في شباب مخابرات على صفحتي، متأكد. المسلسل الكويس مو المخابرات بتقرر انه ينصنع وتفتح له ابواب افرع المخابرات ويطلع حدا يقول لك انه العمل معارض. بالله العظيم. طيب هل هو عمل مؤيد؟ لا كمان ما مؤيد. لك شو هو عمل؟ بس ببساطة يبحث عن مجد شخصي فقط، لا اقل ولا اكثر، ومليان بالكوارث. طيب شلون مريت على عابد؟ والله بدكم تسالوا عابد. شلون مريت على شوقي؟ والله بدكم تسالوا شوقي. قولوا له لشوقي، ورجوا هذا الفيديو لشوقي وقولوا له شوفوا شو بيقلكم. بيقلكم الكاتب، بتقولوا الكاتب بيقلكم شوقي، بتقولوا لعابد بيقلكم في كاتب ومخرج، وانا الحقيقه كنت مهتم باداء دوري مع انه هو عراب المشروع. هلا النجاح كله بيحصدوا سوا. هلا الممثلين وقت طلع سامر رضوان وصرح انه هو ضد السلطه، كلهم صاروا عم بياخذوا نجاحهم الشخصي كممثلين وكلهم تنصلوا من راي سامر رضوان، مع انه كلهم بيعرفوا راي سامر رضوان. راي سامر رضوان موجود على صفحته الشخصيه. الا اذا قايل لهم شيء بهي السنه، فمن واجبهم انه هن يطلعوا يقولوا انه نحن رجعنا تواصلنا مع سامر رضوان، لانه وقت نزل على البلد قال انه هو غير آراءه وقال انه هو ندم على انه كان معارضه. بس هلا خالد القيش بعد ما عمل التصريح تبعه سامر رضوان شارك لنور ارناؤوط اللي هي بنت المنتج هلال ارناؤوط واللي هي المشرف العام على المسلسل مثل ما مكتوب بالشارع، شارك لها المنشور اللي هي بتقول فيه انه راي سامر رضوان اللي ما بيمثلها كشركه، وضل عم بيحتفل بمنجزه بشخصيه عصام شاهين بدون ما يقول لك. طيب هو موافق على هذا الكلام ولا لا؟ الممثلين بيروحوا على منجزهم. هلا اما السلبيات بيقول لك ما لي علاقه فيها. بس اكثر شغله اذتني بالمسلسل، انا اذاني كثير المسلسل بكثير مطارح. اول شيء في جمله هي الجمله الوحيده الواعيه اللي بتنقال بالمسلسل على لسان عصام شاهين. الحقيقه بتنقال جمله انه لازم يكون في فوضى، وقت كل العالم بتحس بالفوضى ما حدا بيفهم شيء، نحن وحدنا اللي بنعرف شو عم بيصير. هيك كان المسلسل عم بيقدم فوضى، كانه سامر بده يعمل هي الفوضى لانه هو مفكر وحده اللي بيعرف شو عم بيصير. هي الحقيقه. بس اكثر شغله اذتني، انا اللي طلعت برا البلد وودعتها بهي الطريقه. بس انا ماني مجرم ولاني قاتل ولاني سرسري ولاني نشتري. ليش عم بينمسخ الشعب السوري بهي الطريقه؟ ليه ما في شخصيه ايجابيه بالمسلسل؟ ليش ما في شخصيه ايجابيه بالمسلسل؟ واذا افترضنا انه شخصيه نشأة الوزان ايجابيه، ليش عم يقدم بشكل بذيء؟ حتى هو بأداء شخصيته. هلا بيقول لك مالي علاقه، شوقي ما بيعرف يشتغل. قول عن شوقي ما بيعرف يشتغل، وقول انه انا كنت مقدم شخصية نشأة الوزان بغير هاي الطريقة على النص. بس ما شاء الله ما بشوف غير هذا عم يمدح هذا وهذا عم يمدح هذا، وبالاخير انت بتصفن بتلاقي المسلسل العالم تابعته وعاملت له امجاد وما بتفهم شو سبب دين ربك. طيب مساء الخير، بس رجاء اترك البث ولو ساعتين. لا بدي احسه، على الاغلب بدي احسه، على الاغلب بدي احسفه لسبب كتير بسيط. خلي القطعان مبسوطة. انا قلت رأيي واعلنت قبل كم من نهار انه بدي اقول رأيي، ورفقاتي اللي انا بعتبرهم اقرب للنخب السورية اللي بيحبوا يعرفوا شو عم بيصير، اللي بيحبوا يتعلموا شلون ينقرا المسلسل، قلنا لهم نحن رح نعمل بث مباشر. بده يشوف يشوف.
هذا المجتمع السوري بيستاهل هي السوية من الأعمال الحية. يعني بالأخير كمان أنت ما فيك تلومه، معه حق 100%. الكاتب هذا المجتمع التافه بتناسبه هي الأعمال وهو بيناسبها، لدرجة إنه وقت اللي بيطلع حدا عم بيحكي بالعمق بيطلع نشاز. بدل ما يكون كل النقاد عم بيكشفوا هاي الأخطاء تبع الدراما مشان الموسم الجاي ما حدا يتجرأ يقول إنه أنا كاتب نص غير إذا حاكمه صح. لا، البروباغندا لاعبة، نسوان، صحافة مأجورة، شركات إنتاج ما بتعرف الله وين حاططها، بس المهم إنه هي عندها علاقات بالمحطات وإلى ما هنالك، وربي يسير خلص، ومشاهد بيطبل لأي علاقة مصدي وخلصنا. شو رأيك بمسلسل جزيرة الواق واق؟ أسوأ ما صنع ليس حجه. هذا المسلسل تبع جزيرة الواق واق حدا سألني عن رأيي فيه، بس ما بهذا يعني. أنا شفت منه الحلقة الأولى والثانية والثالثة للمسلسل. رح أقول لكم على شغله، في ناس بتقول لك انه انت ما فيك تقول عن العمل رديء غير اذا شفته كله. لا، فيني اقول عن العمل رديء اذا شفته، اذا شفت منه حلقه فيني اقول عنه رديء. ما فيني اقول عنه جيد غير ما اشوفه كله. كيف؟ مثل ما المعادله الرياضيه الوصول الى اثبات النظريه، مصيبه نحن حتى اللي بيدرس بكالوريا بيدرسها مشان ينساها تاني نهار. لإثبات النظرية لابد من تسلسل منطقي يعتمد على البديهيات. نقد النظرية يكتفى بمثال واحد يخالف النظرية كي تنقضها. هلا اللي بده مهتم يعرف شو هي الجملة يراجع، يروح يحطها ويقول لماذا إثبات النظرية بده تسلسل بديهي اعتمادا على نظريات مثبتة سابقة، ولماذا نقد النظرية يكتفى بمثال واحد لنقده. يعني انت وقت تعرف شخص بدك تمدحه بتقول حسب معرفتي فيه هذا الزلمة كويس، حسب معرفتي فيه، يعني انت حصرت شهادتك بالجانب اللي بتعرفه. اما وقت لحدا بيحكي قدامك على كذا بتقول لهم لا اخلاقي وعلى مسؤوليتي، يكفي انه انت تقول لهم حادثة واحدة متأكد منها 100%. فجزيرة الواق واق عمل رديء بكل معنى الكلمة، مع انه العمل مسروق حرفيا عن مسلسل اسمه جيلجن ايلاند، مسلسل امريكي. قد يكون الاسم ما صح 100%. اللي مهتم ما بعرف ليش رأيه حتى واحد يكون مهتم، يعني إذا الواحد مهتم يتواصل معي لحتى أرجع أنكش اسم المسلسل حقيقة شو هو، لأنه أنا كمان مو أنا إله، أنا مو بعرف كل الأعمال الفنية العالمية. بس أنا في عندي بالصدفة صديق ليبي شاف الجزيرة، جزيرة الواق واق، وهذا الصديق الليبي كان عايش بأمريكا بالثمانينات، بعت لي الحلقة الأولى من مسلسل اسمه كذا، نفس الشخصيات، نفس التركيبة، نفس البداية، نفس السياق، نفسه. بس انا عم بحكي على مستوى الصنعه ما منيح. هلا كنص فيه يكون مقتبس من نصوص عالميه اذا ذاكرين، ما بعرف ذاكرين، لكن على مستوى الصنعه العمل ما منيح. والدليل لك شو يعني، شوفت عينكم شفتوه للمسلسل، يعني مو لساته ما طلع. طيب شو رايك بمسلسل، حكينا هذا الكلام بعدين. كيف شفت مسلسل مسافة أمان؟ بعدني ما شفته المسلسل مسافة أمان. أنا بدي بلش شوف الأعمال تباعا. هلا أنا شفت عمل كاملا اللي هو دقيقة صمت، شفته من الحلقة الأولى من أول مشهد لآخر مشهد، وعلى الإنترنت على موقع شاهد، إنه ما عندي أنا محطة لشوفه مباشر. والحقيقة لو في صحافة نقدية بتحترم نفسها وبيكون الناقد فيها بينال حق تعبه، مسلسل مثل هاد بتروح بتعمل مادة صفحتين أو 4 صفحات
وبتحط 1 2 3 4 5، طبعا بس بالاخير بتوقف عند ال100، بدك توقف هن 10,000 10,000 خطأ. يكاد لا يخلو مشهد من سؤال أو ملحوظة أو خطأ من أول مشهد. من انه اللي بالسجن بيعرفوا كل العمداء اللي بالدولة، فاجا عصام ناصر فضربوا له تحية، عصام شاهين ضربوا له تحية وفوتوه بدون ما يقولوا له هويتك. إلا إذا افترضنا مثل ما قلنا أنه هذا بمستوى رستم غزالي، وبالتالي ما عاد في داعي لكل هي القصة. أخته الأمير فجأة بتسب حماها قدام جوزها، وبنفس اللحظة بتعتذر من جوزها وبتقول له ببوس إيدك أنا ما مدري شو. بنفس لحظة، مو مثلا بعد يومين رأت وقالت له أنا عملت شيء انفعالي. وهذا الحما العم يعني ما كان عامل معها مشكلة قبل بنص ساعة فاجت هي المشكلة ردت فعل عليها، عامل معها مشكلة قبل مدري قديش. كله بالمقلوب، كله بالشقلوب. يعني عادة انت بيجي انا بسمعك كلمة ما منيحة بتقوم بتنفجر فيني، بوم بتجي مثلا مرتي، انت بتكون اخو مرتي، بتقول لي كلمة ما منيحة بنفجر فيك، بمسح الارض بدينك مثلا. كويس. بتجي مرتي بعد شوي بتحكي معي بقول لها اذا بتفتحي هذا الموضوع بطلقك بلا عن دينك. بعد بنهارين ثلاثه بتقول لي انت مانك شايف انه قسيت عليه، بقول لها لك ما شفتي وقتها شو حكى، والله كنت معصب هلا برجع بصالحه. بس انه تصير العكس، عكس المنطق، عكس كل شيء. هي خلافه مع قديم، قلعته تقريبا من البيت، تقريبا بهدلته، مسحت فيه الارض. كل الشخصيات اللي بالمسلسل على فكره كان عندها رايي انه هذا المسلسل عنيف، لازم يكون فيه عنف. كمان هي شغلة كارثية، ترويج العنف، شرعنة العنف بكل شيء، كارثة. شرعنة العنف كارثة. ضاجت بهدلت عملت اوفرت وصلت للذروة، خرط بوس ايدك تسامحني. اجت المرة انعمل 10 مشاهد على المرة بالحلقات الأخيرة اللي هي تولين البكري، اللي انت اساسا ما بتعرف ليش لازم هي المرة تكون هيك وشو دورها بالمسلسل. يعني المرة وانه هي صاحبت عليه بغيابه، شو دورها بالمسلسل ما بتفهم. اساسا هذا بيطعن بشخصية امير المؤسس له طول الوقت. شخصية امير المؤسس له واحد عنده احساس عالي جدا تجاه الناس، فبيقدر يكشف الصادق من الكذاب. تطلع مرته حرف الشين نظامي، صاحبت عليه وزتت الاولاد. ليه؟ ما فهمت. حبيبي هذا شخصيته اللي انت عاملها، وقت اللي بيعرف ناس ما بيعرف غير الناس الموثوقين. ابو العزم يعني ابو العزم اللي شايفه مرتين بحياته، امنوا على روحه وعلى حياته، ومرته اللي كان لمدة مدري قديش بيطلع مانو عرفانها، لدرجة انه بس هي تروح كمان تتنكر له. عامل موقف واحد مع واحد انتهازي اسمه ابو العزم، رجع ابو العزم حط روحه فداه. كمان هذا ما منطقي. ضحك على الناس، ترويج للمجرم، ترويج للسافل، عن وعي عن غير وعي. ما بيعنيني أنا، بيعنيني شو في وراء الكلام. أهل ضيعته اللي آكلين وشاربين وعايشين سوا وعلى أساس ما نعامل معهم إلا كل منيح، بيلعنوا ربه. والمجرم اللي كان بيشتغل بسرقة السيارات وكذا مع هداك، قال كان وفي له لدرجة إنه حتى وقت اللي مسكوا واحد بمستوى رستم غزالي وقتله رح يموته، قال له عم بقول لك يعني هروب. غلط، أخلاقيا غلط. طيب راح نشوف كمان. حدا باعت لي شغلة، بعت لي جيليجان ايلاند، مزبوط جيليجانز ايلاند. شكرا عبد القادر انك دغري دورت ولقيته. انه انا الموضوع تبع جزيرة الوقوق صار له سنة، وهو اساسا موضوع عابر يعني. طيب صديقي عماد، شو افاق انه ينعمل عمل
في حدا عفوا بعت لي انه استاذ عماد انت هلا مقبل على عملين بهي السنة، فيفضل انه ما تستفز جماعة الوسط الفني. والله انا يا صاحبي وبوضوح شديد مثل رجلي اذا بيستفز الوسط الفني كله من اوله لاخره، ومثل رجلي اذا كله بيمدحني. انا عامل مادة تعبان عليها، اذا فيها اخطاء لازم تنقلي هي الاخطاء، اذا فيها كوارث على المستوى الاخلاقي لازم تنقلي، وانا اساسا اذا فيها كوارث على المستوى الاخلاقي لازم بطل اكتب اساسا. اذا مقولتها بالعموم مسيئة، اذا فيها اخطاء استسخاف للمشاهد لازم ينحط الضوء عليه، يعني يتسلط الضوء عليها. صديقي عماد، شو افاق انه ينكتب عمل بيمس الواقع ويتماشى مع كلامك طالما المسيطرين على ادوات الانتاج حاميها حرميها؟ المأساة بالنخب، يعني هلا النخب السورية بالغالب يعني هلا رح احكي شغله مع انه ما بعرف اذا لازم اقولها، بجوز ما لازم اقولها. سرحولها يلا، اكثر من الورد ما مسخ الله. اليوم انا بصدد تحضير لمسلسل امكانياته الانتاجيه ما كتير عاليه. كتير من اللي ممكن يكونوا شركاء حقيقيين بالمشروع كممثلين او كذا، او حتى في بعضهم كفنيين، انت ما بتقدر تقول لهم يشتغلوا بعمل امكانياته الماليه متواضعه، لانه هن ما بيشوفوا غير المصاري. يعني بيحطوا اجر، يعني فقط الممثل السوري بيحط لحاله اجر. عم بحكي عن النجوم اللي بيبيعوا اللي هن اسماء، بيحط لحاله اجر وبيقول لك انا ما بنزل عنه. في حين بتلاقي بقلب هوليوود حدا بمستوى الباتشينو ممكن يقرا مشروع بدون انتاج على الاطلاق ويقول انا ان ببلاش او باسهم. مثلين السوريين لا، بيشتغلوا بأردأ الأعمال وبأكثرها انحطاطا بالغالبية. طبعا في استثناءات، بس الاستثناءات قليلة. يعني هلا أنا بالمشروع أكيد في ناس حابين، وفي ناس أعطوني الأوكي وأعطوني كلمة لأنه حبوا المشروع. سن استثناءات. بس أنا عم بحكي عن النجوم اللي بيحملوا مسلسل، عم بحكي على واحد اسمه بدخل المسلسل على محطات. هذا اليوم بتقول له انه في فلان عم بيعمل مسلسل وحابب مثلا انه انت تطلع على الورق، بيقول لك شو ما في انتاج، مالي مصلحه. كويس، هذا نفسه بعد 10 15 سنه بيصير ختيار. بجوز مو انا، بجوز واحد تاني عمل معه هاي القصه. انه انا ما بظن انه انا رح موت لاشوفهم لهدول، يعني رح اعيش لاشوفهم لهدول النجوم ختايره، ما بظن. بس بجوز واحد تاني معلم بعد 10 سنين تلاقي هذا عم بيشكي مثل ما شكى بعض الاخرين قبله انه نحن قاعدين بلا شغل. لانه حبيبي هذا وقت اللي كان عم بلش كنت عم تخرين عليه، عم تفرض عليه اجرك اللي بيدفعوا لك اياه مشان تشتغل اعمال تافهه، وانما اعمال بتفيد المنتج، بتفيد المحطه، بتفيد الجهه السياسيه اللي عم تنتجها. انت مانك زارع. فهلا بعد بشوي اذا بيجي عماد نجار مثلا بيعمل دور رئيسي بمسلسل وبقول لك ليك لانه هو الكاتب والمخرج ولانه هو اللي قدران يامن الانتاج، عطى لحاله البطوله. تعال بقى افهمهم انه حبيبي هذا الدور مثلا في 15 واحد كان ممكن انت تقول لهم عليه، وانما انت ضمنان بما لا يقبل الشك انه ولا واحد بيشتغل الا اذا اعطيته اجر انت اساسا ما بتملكه لتنتج كل المسلسل. فشو الاحتمال؟ ما في احتمالات. عندنا مؤسسات رسمية محطوط عليها عجيان مثل زياد جريس الرئيس. هاي المؤسسات الرسمية اللي كان ميزانيتها بيوم، يعني بعتقد انه هلا ميزانيتها من ظهر المليار ليرة سوري بالسنة، محطوط عليها اولاد مثل زياد الرئيس بيعمل اي علاك مصدي، عامل مشروع اسمه خبز الحياة على اساس انه هو عراب القصة، ما عرفان الله وين حاطه اخلاقيا، علاقات بطيخ مبسمر عم بيبيع لقطر مع انه الاعمال ما انه مطلوب منه انه تربح، مطلوب منه تكون اعمال وطنية. هاي المؤسسات الرسمية هيك شكلها. شو بيختلف نمط غوار وابو عنتر من جهة الرسالة الأخلاقية؟ غوار ليش؟ مين قال لك انه غوار وابو عنتر يا صديقي أحمد هي شخصيات منيحة؟ يعني ما فهمت. مين قال لك انه مقولتهم منيحة أخلاقيا غوار وابو عنتر؟ بس عفوا في هون ملحوظة كتير مهمة، غوار وابو عنتر مانن مجرمين وقتلة. لحظة أحمد برهو،
ابو عنتر تبع مشاكل، ضرب كف، ضرب مدري شو. بكل مسيرة اعمال غوار وابو عنتر ما في غوار او ابو عنتر حدا منهم قتل زلمة. على فكرة ما في حدا سرق منهم. في انه حدا منهم مثلا مثل قصة الكرسي عمل له نصبة، هن هدول النصابين الظرفاء بيسموهم. بس انت هون عم تحكي عن مجرمين قتلوا قتلة، تخلي المشاهد باخر مشهد يتعاطف معهم لانك مانك عرفان شو عم تعمل. عصام شاهين قاتل قتلة، وامير ناصر على الاقل على الاقل قاتل قتيلين وما دافع الثمن. غير الكوارث اللي بقلب المسلسل، منها قتل عطوف ومنها كثير اشياء تانية. غير انه امير ناصر قبل انه يلعب لعبة وسخة على اهل ضيعته ليوقعهم بوهم كذا. لا لا، كثير في فرق. غوار وابو عنتر مع انه هن مقولتهم ما اخلاقية بالمعنى الاخلاقي، وانما غوار وابو عنتر ساف القصة تبعهم مشكلة هون. شغلة خلاف مع حدا، قطعوا له اوتار كمان ومدري شو، سرقوا له معزوفة مشان كذا مثلا، مع انه هو مانو اخلاقي. برجع بقول لك بس انت هون عم بتدافع عن مجرمين قتله، بعدين فجأة بيطلع عندك الطائفة يعني هلا في ناس قالوا انه العمل اساء للطائفة العلوية. لا، العمل اساء لكل السوريين، لانه انت ما شفت بالمسلسل ولا سوري بيعرف يفكر. نشأة الوزان حمار، شغلة بهاي العظمة بيأمن فيها بواحد تاني صور لي، وبعدين وما بتفهم ليش كلهم حمير. فطبعا راغب بيك انه بلحظة عم بيعمل كوارث مشان يلف الموضوع، بلحظة بيقول له ايه، بيقتنع معه انه يرجع الضيعة عادة من الموت. طلعوا كلهم حمير حبيبي، طلعوا الحاكمين البلد حمير، حتى الإيجابي منه. طيب هل طرحت لي شخصية مختلفة بتفهم قول هذا فهمان، قول انه هذا مثقف، قول انه هذا وطني؟ ولا حدا بالمسلسل. فانت الكارثة في ناس فكرت انه بس بيصير للطائفة العلوية. لا لا، مو بس للطائفة العلوية، هو المسلسل بيصير لكل السوريين. تحس حدا عم بنتقم منهم يعني بصراحة شديدة، بدون ما يكون في المثال الإيجابي أو بذرة المثال الإيجابي عند حدا. انه مديح بأهل ضيعتي أمير ناصر، وبالأخير المطروح. لا، هلا أطرف شيء الناس اللي بلشوا يربطوا بين سامر رضوان كشخص وبين أمير ناصر. هذا أطرف شيء، يعني صار يقول لك انه منعرف وجعك يا استاذ سامر بموضوع الرجعة على ضيعتك وكذا. شو له علاقة سامر رضوان بأمير ناصر؟ عفوا يعني شو هالاسقاط؟ الا اذا هو موافق انه هو طلعته. انا بالنسبة لي امير ناصر ما لازم يطلع من البلد، امير ناصر لازم ينعدم. تتعاطف معه انت حر، اذا ما لازم ينعدم لازم يروح فيها مؤبد. يا اخي اذا مو مؤبد 15 سنة، لانه اذا هاد بده يطلع بريء معناتها انا اللي مثلي شو لازم يعمل؟ مانو ضارب حدا كف، مانو آذي حدا حتى أعدائه وخصومه. في الحلقة الثانية مدري الثالثة، وقت هرب أمير ناصر ورفيقه وقعدوا بالمقهى ما في كلمتين، اكتشفوا اللعبة كلها وإنه في اثنين انعدموا بدالهم. إنه شو هالمنطق هذا اللي حكيناه؟ بتحس إنه أمير ناصر بلحظة نسي إنه أمير ناصر تذكر إنه هو عابد فهد وبيعرف سامر رضوان، وسامر قال له. وضباط مخابرات بتمروا عليهم تفاصيل غبية، بالأخير ما بتفهم ليش أمير ناصر مانو عامل السلطة. أحداث المسلسل عم بتصير باللاذقية، وعابد بياخد سيلفيات على البحر بأحد المشاهد مزبوط، والمسؤولين اللي عم بيتعاطى معهم بنفس المدينة لازم يكونوا مركزيين وعلى مستوى الدولة وبيجتمعوا بمبنى الأركان. لا بعدين على فكرة مبنى الأركان له علاقة فقط بالجيش، وهو اللي طارحهم معظم شخصيات شرطة. بعدين عفوا هدول شو يعني؟ هلا انت كتير سهل انك تعمل لي عصابة ومطمشين. هدول شو منصبهم؟ شو بيشتغلوا؟
إجرائيا شو بيعملوا هدول المسؤولين؟ بالاقتصاد، بالسياسة، بالمخابرات، شو بيعملوا؟ ولا شيء. طيب، طبعا هاي الملاحظة من هبة، وملاحظة كتير ذكية صديقتي هبة. عم بيتعاطى معهم لأن لازم يكونوا مركزيين وعلى مستوى الدولة وبيجتمعوا بمبلغ الأركان. والعميد عصام ما قتل أمير بعد ما عرف بموت أدهم، قال لأنه حبه مثلا يعني واحد مثل العميد عصام عرف أنه مات أدهم. بعدين في شغلة هلا تذكرتها، لكن اللي عم بقول لكم إذا بضل عم نحكي للصبح بضل بيطلع أخطاء جديدة للصبح. مثلا أمير ناصر غير ربك ما بيفهم ليش بيدخل عليه عصام شاهين، وهداك بيكون واقف ما بتعرفوا كمان بشو عم بيطلع، بس ظهره لعصام شاهين. هيك رأى المخرج، هيك شاف المخرج. يا محلى مخرجين التلفزيون السوري. قال فجأة بيجي هداك ليلف، بيرفع له المسدس بيقول له عندك العميد عصام، بيقول له انه في حدا كذا بالبيت. بيقوم هو مفروض أمير ناصر مستعد يحميها لهي المرة، بيروحوا هيك مطروح بالمسلسل. بيقوم فجأة بيقول له بتعرف كل شيء، عم بيورطها بده يروحها فرم للمرة. لك ليه؟ لك هو اخته ما خبرها؟ لك وهي حبيبته اللي مقدمه حياتها على اساس قدامه وهي لسه هلا بتعرفه؟ ليش لا له بتعرف كل شيء وتصير هي مهدده بالقتل؟ خاصه انه هو كان مفكر انه عصام جاي ليقتله، ما له خبر انه عصام جاي ليتفاوض معه بعد ما انكشفت اللعبه. ليش لا يكشفها لسماره؟ والله حرام ستيفاني. يعني انا شخصيا على ستيفاني تحديدا متقطع قلبي. صح انت ما بتفهم شو مشكلتها مع الطوف؟ كانوا بتحرشوا فيني ببيت عطوف، عفوا، بس نحن وقت اللي فتحنا انت راكبتي العطوف من بداية المسلسل. كيف يعني كانوا بتحرشوا فيك واللي مدري شو بيصير مدري شو؟ هي نفسها بمشاهد تانية انه ما كان له علاقة بالقصة، صار له سنتين معه سكري صارت عم بتساعده. هي نفسها. اكتب وانسى. فجأة امير ناصر بقول له ليك بتعرف القصة كلها بتعرفها؟ بالله بتعرفها القصة؟ ايوه. بعدين عفوا امير ناصر ليش عم بيحكي سني او مسيحي؟ ما مفروض تضيع علوية والشيخ تبع علوي؟ ولا كان ما خايف عابد يحكي علوي ليقوم يعملوا له شي مشكلة؟ فتم التواطؤ انه بس الشيخ بيحكي علوي لانه هو منطقي نسبيا. اهل الضيعة كلهم بيحكوا سني، بيحكوا بلهجة بيضاء. هلا اذا بدنا ندخل بقى بهذا النطر الطائفي، فيه حدا يفهمنا ليش كل الضباط سنة او لهجتهم بيضاء ما فيهم ولا ضابط علوي؟ قيادات الدولة فوق ما فيهم ولا حدا علوي بيحكي باللهجة الساحلية العلوية؟ عابد فهد بيحكي لهجته. بعدين الجنوبي بيقول بآخر 3-4 حلقات كلمة ضيعتنا 50 مرة، وهو بالمسلسل من الجنوب تبع لبنان. وحتى وقت اللي انحبس فلان هو ما اجى استقر بالضيعة، لأنه بعدين بينحكى بمشهد انه اجى مؤخرا استقر بالضيعة، صار بيقول عنا ضيعتنا. ممنوع في العالم الدرامي أن يفلت المجرم من العقاب، ويجب أن ينتصر الخير في آخر المطاف كما في أغلب الأعمال الغربية. لا، ما مهم، بس أنت ما بصير تحببني فيه. بالعكس أنت فيك تقول أنه المجرم يفلت من العدالة، لأنه لازم تقول بس لازم تكون رسالتك أنه هو مجرم حتى وإن أفلت من العدالة. أنت بدك تحاكمه أخلاقيا، مو بتعملوا أفلت من العدالة وأنت صرت حبه بعد ما قاتل قتله، محبب العالم فيه. ليش؟ لأنه مطالع كل المجتمع وسخ إلا المجرم. صديقنا لوقا فيه يكون بس مو هيك. طيب شو ظل؟ مرته الأمير وقت اجت تاخد أولادها وهي عن مخفر الضيعة، قالت أنا جبت أولادي من سنة لعند أهل أمير وقت سمعت إنه انحكم إعدام أمير، وهلأ جاي آخذهم
وعلى اساس الاحداث ب 11 يوم. لا، هي جابت ولادها قبل المسلسل يا صاحبي. احنا بنفتح المسلسل بنلاقي ولادها عند الخالات، وان كان هذا الموضوع ما كتير واضح. بس لا، هلا هي المشكله مو هون، المشكله انه هو محكوم اعدام. فمفروض اجا الاستاذ جهاد سعد جايب لهم حكم الاعدام اللي طلع بشكل مفاجئ، او طلع اوردر التنفيذ بشكل مفاجئ. بس هو محكوم اعدام، معروف انه هو محكوم اعدام، بس هو اوردر التنفيذ اجى بشكل مفاجئ. فجأة كل المساجين بيعرفوا، مع انه وقت اجوا اخذوه ما قالوا للمساجين انه هو رايحين هلا نعدمه، لا هو ولا هداك الثاني. هداك الثاني اللي غير ربك ما بيفهمك ليش بقي بالبلد بعد ما هرب يعني. لبناني كان عم بيشتغل بسوريا، ما له ولا حدا يرجع لعنده بلبنان، وكان بيحلم وحده تحبه وحده مدري شو بمشاهد. هلا هذا مثلا اللي بيحكي لك على مهارة الصنعة. بمشاهد علم رايح على الاعدام، واحد بيقول له رايح على الاعدام، رايح على الاعدام، بيقول له انا ما ضايقني غير انه انا ما حبيت. لا يا عن جد انا بضايقني انه ما اكلت كرواسون وانا رايح على الاعدام على فكرة، صدقني. رايح على الاعدام يا حبيبي. وهداك بيكون قبل شوي عم بيحكي للموت للمساجين وبيوصيهم بحدا انه هذا ما له حدا، ما في اسوأ. وهو رايح على الاعدام، امير ناصر بيقول له ما في اسوأ من انه الواحد بكبرته ما يلاقي حدا يدير باله عليه. ايوه، رايح على الاعدام. وتذكر ابو فلان اللي مدري شو. طيب ايه حلو. خلال المسلسل بعدين كم مرة رجع لشخصية ابو فلان؟ كم مرة قال له للعميد عصام انه هي الشغلة عطية لابو فلان؟ اذا هو رايح على الاعدام ما تذكر غيره للزلمه المحبوس اللي ما عنده حدا، اولاده ما عاد سالوا عنه. كم مره رجع له بالمسلسل؟ ده عادي. سؤال شخصي صديقنا عادل الخليل: كيف كنت تاخذ ادوار وتشتغل بسوريا قبل 2011 وكلنا بنعرف انه الوسط الفني وغيره كله كان مجاملات ومسايره وكولك، يعني الواحد حتى يمشي حاله كان لازم يظبط حاله ويساير ويجامل اللي يسوى واللي ما يسوى. وانت انا واثق تماما ابعد شخص من هيك اشياء. صديقي عادل ببساطه شديده يا روحي، انا بالامكانيات اللي عندي اياها لولا الوسط الفني بالطريقه السوريه انا نجم من 15 سنه. طيب كيف كنت تشتغل حبيبي؟ انا 90% من المسلسلات اللي مشتغلها انا مشتغل لي بحدود ال 100 مسلسل كادوار ثانويه، مشهدين وثلاثه، وصولا لاخر سنتين اللي عملت فيهم ادوار رئيسيه اللي هن ما ملكت ايمانكم، رجال العز، لعنه الطين، انا القدس، وكليوباترا. اعمال رئيسيه بس مو رئيسيه يعني مو بطل، وانما ادوار لائقه. حبيبي بكل هاي الأعمال كان ينطلب عماد نجار وقت اللي في دور حدا بده يحكي إيطالي بمسلسل مع كذا، ما في حدا بيحكي إيطالي بالوسط الفني السوري، فعماد الوحيد اللي بيقدر يحفظ لغات، فجيبوه على الدور الإيطالي. نفس الشيء بدهم حدا بيحكي إنجليزي، اللي بيحكوا إنجليزي بالوسط الفني ما في حدا أدوار سنوية بيحكي إنجليزي. في كم نجم كاينين برا بيحكوا إنجليزي بياخذوا مصاري كثير، جيبوا عماد نجار ليحكي إنجليزي لأنه بيحفظ إنجليزي على سبيل المثال. هلا بعدين بكل الأعمال في ناس بتقول لك قبل بيوم بده دور، قالوا عماد تعال خذ هذا الدور. الحقيقة الأدوار اللي توزعت لي بشكل مسبق هن 6 أو 7 أعمال، واحد منهم ما ملكت أيمانكم. طبعا هلا 5 من هدول ال6 أو 7 أعمال بعد ما أنا بعت نص ككاتب لأسامة شحادة، وكل الوسط عرف إنه أنا عندي نص 30 حلقة بيعه لأسامة شحادة. فيبدو إنه معظم المخرجين معظم الكذا صار يفكر بإنه هذا البني آدم نقل حاله لمطرح تاني. وأنا هي النصيحة اللي دائما بقولها للممثلين الشباب من أصدقائي بالداخل أو برا، بقول لهم ابحثوا عن مكان تلاقوا في حالكم ضرورة إذا كنتوا أخلاقيين. إذا ما كنتوا أخلاقيين بتصيروا نجوم، ونجوم صف أول ركض. إذا ما كنتوا أخلاقيين، إذا بتعرفوا تجيبوا نسوان، تحطوا واسطات مخابرات، تعملوا كذا، بتصيروا نجوم ركض. إذا أخلاقيين وبدكم تشتغلوا وعنكم هاجس، لاقوا مكان تكونوا فيه ضرورة. مثل شو؟ مثل إنه مثلا أنت تعمل كاتب مثلا بفترة، بس بشرط ما تعلن عن نفسك أخلاقي قبل ما تسوق للكاتب. يعني أنا وقت اللي قدمت المسلسل لأسامة شحادة، أسامة شحادة نفسه يمكن لو بيعرف إنه أنا لهالدرجة من الوضوح يمكن ما اشترى مني النص، ما بعرف مثلا.
هلا بعد ما تصير ضروره بتصير لعبه تانية، مثل هلا انه والله انت هلا شلون بدك تشتغل؟ ليه بدي اشتغل؟ طيب اذا ما اشتغل معك ممثلين سوريين بجيب لبنانيه، ما اشتغل لبنانيه بجيب سويديين، ما بيعرفوا انا شلون بفكر ولا انا شلون بعيش، شو يعني؟ عم بحكي مثل. فهلا اما باقي المسلسلات يا صاحبي بدهم حدا بيركب خيل وعلى الدور اللي هو 5 مشاهد محطوط 4000 ليره. جيبوا عماد نجار بيركب خيل وبيحكي فصحى وبياخذ على فينا ما معه مصاري فينا نبتزه ماليا، فكانت القصه ابتزاز مالي. مثلا قلت لك في اعمال بعد ما بعت عملي تبع اول عمل ببيعه 30 حلقه صارت القصه بهذا الباب. بعد ما اشتغلت بالاذاعه صار عندي برنامج بالاذاعه صنف ممتاز تاليف، وتاليف ثقافي صعب ما حدا كان بيقدر، يعني اللي كانوا بيالفوا بالفصحى دراما اذاعيه او برامج اذاعيه كانوا يعدوا على اصابع اليدين، لانه انت عم بتالف حلقه مدتها نص ساعه بالفصحى تاخذ عليها 4000 ليره، كاتب الدراما بياخذ 50 لل 100000. فأنا بلشت بالتأليف الإذاعي. بس هلا سؤالك بيكون كتير أسهل إنه طيب أنت طلعت من 2011 وعم بنشغل أعمال بلبنان وعم بنشغل بدبي وعم بنشغل وين ما كان، وليش ما عم تشتغل مع أنك كنت تشتغل قبل 2011؟ عماد سؤال لو سمحت، كيف ترى من وجهة نظرك الفن السوري بعد ما بعد عشرات السنوات؟ هلا أول شيء الفن كله بالشكل العام عم بيروح باتجاه الحضيض. يعني اليوم في شيء له علاقة بألعاب الديجيتال، في شيء له الألعاب الإلكترونية عفوا، في شيء له علاقة بنماذج مختلفة من الترفيه. بعد بشوي بجوز هي الأعمال كلها توقف، ما بتعرف بعد عشرات السنين. بس هلا شو بيعنينا بعشرات السنين؟ نحن ما لنا عرفانين بكرة الصبح شو رح يعملوا لنا مسلسل، مين بيطالعوا لنا بطل. يعني عاملين فيلم امبارح عم بقرا مادة لأحد الأصدقاء اسمه كذا كعب عالي، فيلم كوميدي تجاري. طيب ليش داقين بمواضيع الشهداء ومعتقلين ومختطفات وكذا؟ ما بتفهم. خلص عملتوا فيلم تجاري، عملوا شيء فكرة ما تقربوا على الأشياء اللي عم تأذي السوريين أو عم بيأذي السوريين الحكي فيها. هلا إذا ضل زياد جريس الرئيس مدير المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني، يعني على الأقل بعد سنتين ثلاثة يعني منصير مثل الدراما تبع الصومال مثلا، بس بهي البساطة. حتى لو 10 سنين صديقي الأمور رايحة للأسوأ، عم بيتم إقصاء كل واحد عنده مشروع، وصار العصابة هي عصابة سوذج. يعني شوف بس لحتى لكم شغلة بسيطة أخي، بس بالدراما السورية، بس بالدراما السورية، حتى بالعربي ما هيك، حتى بالخليجي ما هيك، بس بالدراما السورية المثقف دائما هو عرضة للمسخرة إلا في عدد محدود جدا من الأعمال. بس بالباقي المثقف عرضة للمسخرة. البطل اللي لازم يحبوه الناس ما بصير يكون مثقف، بس بالأعمال السورية ما بتفهم ليش. بتحس حدا مغتصبهم لكتاب الدراما السوريين، وهذا الحدا المغتصبهم مثقف أكثر منهم، فهن بيكرهوا المثقف عن جد. فما بتشوف مثقف أخلاقي عنده قضية وينحب، ما بتشوف. وهي شغلة غريبة غريبة. طبعا نحن ما عم نحكي عن مثقف نخبوي، عم نحكي على حدا عادي، حدا عادي استاذ بيقرا رواية بالسنة، بس أخي بيفهم يحكي منطق لك، منطقه العام. يعني أنت أتحداك تشوف حدا منطقه العام أخلاقي بمنطق أخلاقيات العصر الحديث هلأ. اللي بيحكي بالأخلاقيات لازم يكون عم بيحكي عن أخلاقيات قديمة، يعني على طريقة باب الحارة والشخط على البلوعة ونحن ما منخون ونحن هذا العلاك المصدي، اللي أساسا أنت ما بتعرف القضية شو هي لحتى تعرف الخيانة صح ولا غلط. يعني اليوم واحد مثل هذا أبو العزم، أبو العزم سمعان القصة من طرف واحد اللي هو أمير ناصر، اللي هو بيعرفه كان بلطجي. أمير ناصر قال له هيك 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 صار معي، مزبوط؟ طيب بيقوم فجأة أبو العزم مستعد يموت ولا أمير ناصر يتسلم للشرطة إنه هو ما بيخون. ليش؟ مين قال لك إنه التسليم للشرطة خيانة يا حبيبي؟ مين قال لك إنه التسليم للشرطة خيانة؟ أنت معلوماتك منه لهاد. هلا الأنكى والأداء رقبة والأسفل إنه بالأساس مرسوم المسلسل بحيث إنه المشاهد يتعاطف مع هذا المتستر على المجرم. بس
هذا أسوأ شيء بالمسلسل، انه انت بالاخير بتطلع متعاطف مع المجرمين، مجرمين صريحين، مو مجرم اضطر الى يعني في مسلسل، في فيلم عالمي اسمه تايم اوف كيلينج، وقت للقتل، صامويل جونسون، صامويل جاكسون. المهم وقت للقتل، انا شايفه بال 15 سنه او 10 سنين. فبوقت للقتل قصه حدا اسود، هذا اللي عم بيشخر ابني بس لتكونوا بالصوره، الاستاذ اوسكار نايم لافف رقبته هيك وعم بيشخر. هي زبط نومتك بابا. بوقت للقتل، لا زبط نومتك يفضح عينك فتح عينك وعم تشخر. فبوقت للقتل القصة انه اثنين بيض، زعران بيض، بيغتصبوا بنته لصموئيل جاكسون اللي هي سودا وبتكون طفلة. وهيئة المحلفين يعني بتحس انه هن مانن مصدقين انه اثنين بيض بيغتصبوا طفلة سودا. صامويل جاكسون بيروح بيطقهم بيقتلهم لهدول اللي قتلوا بنته، وبتصير المحاكمة، وبالاخير بيطلع الزلمة بحكم مخفف او بيطلع براءة انه هو قتل لانه بنته اللي عمرها 6 سنين هدول اغتصبوها، والمحكمة افرجت عنهم. كويس؟ هلا هون المعادلة الأخلاقية واضحة لصالح مين؟ محسومة. يعني حتى مع أنه القتل غير مبرر، وإنما هو أمضى فترة بالسجن، وبالأخير لجنة اللي بسموها هيئة المحلفين اللي هي بتكون من عوام عاديين قدروا يقنعوا المحامي إنه هذا الزلم ما بصير ينحكم. كويس؟ أنت بتشوف صموئيل جاكسون بالحياة مفروض حدا ما عنده ولا شبهة إجرام غير هاي الحادثة، ولا شبهة. وبتشوف إنه هدول مو بس اغتصبوا البنت يعني وسخروا منها وعملوا وبطخوا واغتصبوها، بنت عمرها 7 سنين، والبنت مدمرة نفسيا وعم تتعالج ومتدمرة حتى جسديا، يعني مشقفينها بالاغتصاب. كويس؟ والقصة بالأخير هي اللي إنصاف مكون مظلوم هو المكون الأسود. تاريخيا هذا المكون بينتظر له بعين كذا. هلا لا قبل القصة صموئيل جاكسون كان عنده قضايا إجرام، ولا بعدها ولا دور له على الإطلاق بالجريمة. أمير ناصر واحد كان بيشتغل هي الشغلة، أي حدا بيجي بيقول له لي 200,000 عند فلان بيروح بيجيبه بالصرماي، هيك كنن قايلين عنه. طيب معذبينه لأمير ناصر، ما انحكى انه هو رفع دعوة على مدير الناحية انه هن عذبوه، ما انحكى بهي القصة، هو راح جابهم وعدمهم قتلهم. طبعا شيلكم حتى هذا الكلام بحد ذاته هو مضحك. يعني انت واحد مطالعه ومعذبه يعني يا جماعة، انه انت تعذب واحد لدرجة انه رح يموت تحت التعذيب وبعدين تطلقه وتضل انت عايش بالضياع عادي، هذا غير منطقي، غير منطقي. هذا ضحك على اللحى. يعني مدير الناحية اذا اولاده معذبينه لامير بيخلص على امير لانه امير ازعر، ما بيخليه عايش اساسا. هلا اكل كف اكل فلقه وهو ما بيعرف مين هدول. يعني هلا في واحد بيقول لك هلا المخابرات السوريه ما كانوا بيضربوا العالم، بقول لك ايه حبيبي، بس اذا انت ابن المخابرات هو نفسه ابن ضيعتك بيضربك يا روحي. اذا ابن المخابرات ساكن بحارتك بياخدك بيضربك وبعدين بيفلتك، بيضربك ضرب يعني تبع ضرب، مو كف وبعدين هذا، بيضربك ضرب تبع انه انت يستفز كل الشر داخلك وانت بالاساس ازعر، انت بالاساس مكون عصابه خارج السيطره وموتورات، والجنوبي غير ربك ما بيفهمك شو عم بيعمل بسوريا يعني على موتور. يعني حدا جنوبي، وليش جنوبي يعني اخي جنوبي، شو اخذوا من الجنوب على الساحل السوري بالطرف الثاني من الكوكب ليشتغل مع امير ناصر بهديك الفتره؟ بس خيو مرقناها، صديقنا الممثل بدنا يشتغل بالمسلسل. بس انه واحد مثل هذا مدير ناحيه بعد ما يموتوه تحت، رح يموتوه تحت التعذيب اولاد مدير الناحيه ويقتل له مرته، بيقوم بيطلع بيطالعه من السجن عادي. ليه ما قتلوه؟ ما فهمت. طيب طالعوا عادي، ما بياخذ احتياطاته منه يعني؟ طيب امير ناصر نفسه اذا هو بالاساس بلطجي بده يروح يشتكي للدوله؟
يعني انت صرت عم تتعامل بعدين فجأة ما بتفهم ليش دائما لازم يطلع هشام كفارني بأعمال سامر رضوان مساعد أول سني وسخ. أنا محل هشام كفارني بفكر العشرة بهي القصة. هلا أنا اللي شفتهم مسلسلين لعنة الطين وهذا بالمرتين هو شرطي، يعني هو مدير ناحية هنيك مساعد ووسخ بالحالتين وسني وحوراني. ليه ما عاملين له لهجة بيضة يعني؟ ما فهمت. مبين عم بيحكي حوراني الزلمة. بيجي واحد بيقول لك اخي هو ما قاصدها. بعدين قال بدهم يعلقوا اهل ضيعته لمدير الناحية مع اهل ضيعته لهداك. ليه ما عم بيحكي سويحلي مثل الامير؟ لنعرف انه هن ضيعتين جنب بعض. لك كلها القصة نكت. طيب بدون ذكر اسم اذا بتريد حاضر قول اسمك. شو رايك بالممثل السوري السويدي؟ عم تشتغل فيني؟ عم تسألني عن ممثل سويدي انا اساسا ما بعرف مين هو وعم تقلي شو رأيك فيه وبدون ذكر اسم؟ ليه؟ صديقك يعني اللي عم نحكي عنه؟ بس نحن عم نحكي عن مسلسل على فكرة، ما حكينا عن شخصه الأستاذ سامر، بالعكس إنه نحن معه. طيب شو رأيك بمسلسل عندما تشيخ الذئاب؟ حسيته مليء بمقولات فكرية. صديقي أستاذ حازم إبراهيم، عندما تشيخ الذئاب أنا اللي رسمت خارطته العامة وأنا اللي نفذت 6 حلقات منه. قبل شوي حكيت عنه أنا بالفيديو المباشر. نزل الأستاذ المخرج عامر فهد على سوريا ليستطلع على ورق أنا كاتبه، وبس نزل على سوريا رجع لكاتب كان رافض شغله بنفس المسلسل. وأنا الحقيقة ما حبيت أعمل كارثة كتير كبيرة، لأنه قلت لحالي قد يكون عامر فهد أخذوا حدا قال له هذا الزلمة عليه فيتو بالداخل السوري وبالتالي ما بصير يشتغل، وهو لا أدري إلي مشان أنا ما أحكي القصة وحاول يهرب. بس هلا الحقيقة انه هو حاول يهرب ويتنصل ماليا، فانا اخذت مصاري مقابل اللي انا كاتبه. الرواية موجودة، انا اللي قريتها، انا اللي شرحتها لعامر فهد اللي ما بيعرف اساسا يقرا ويكتب. انجا بيعرف يقرا ويكتب وكان مستعين بكاتبين قبلي، واحد اسمه احمد المغربي اللي كتب بعدين مسلسل تاني السنة، وواحد اسمه حازم سليمان، وهذا كله مثبت. وممكن انا احكي بهي القصة لاحقا، لانه عم بكتشف انه سامر رضوان موافق له على اسمه انه يشتغل بالداخل. معناته انا انه برر لعامر فهد انه بعد ما انا قصدني كان مستكتب كاتبين والكاتبين مانن عارفانين يشتغلوا الرواية، وصدني وكتبت 6 حلقات ونزل استطلع ووزع ادوار على ورقي. بعدين قال لي انه انا بعتذر راح اضطر ارجع لحازم. انا بررت قلت بجوز علي فيتو بالداخل، بس هلا اذا سامر رضوان اللي عنده رأي معلنه ضد الرئيس وضد الدولة وضد النظام مرق النص تبعه، معناتها الشباب بالرقابة ما بيزبط يكونوا يعني ضد اسمي بشكل شخصي. مشان هيك انا رح احكي لاحقا، رح اشوف عندما تشيخ الذئاب ورح احكي عنه. هلا اللي بقدر بقوله انه انا شفت اول 3 حلقات من عندما تشيخ الذئاب. عامر فهد اخذ حرفيا رؤيتي الفنية للرواية، وحتى هذا العمل رح يكون اول عمل عامله كويس عامر فهد، لانه هي رؤيتي الفنية مو رؤيته الفنية، هو ما بيعرف يقرا الرواية. وفي مراسلات بيناتنا بجوز طالعها بعدين، لانه وقت الحق حق. في مراسلات انه هذا الزلمه عم بيسال اسئله واحد معه سادس ما بيسالها عن روايه موجوده، وعم بيسال اسئله غبي ما بيعرف يسالها، يعني ما ممكن تطلع معه انه يسالها. يعني مثلا رح اضرب لكم بس مثال واحد. بكون انا كاتب كنت بمشهد من المشاهد انه الشيخ الجنزير عم بيقلها لوحده من الشخصيات انه تاكدي انه طلاقك من الشيخ فلان يكون بائن بينونة كبرى. بتقول له شو يعني؟ بيقول لها يعني طلاق ب3. عامر فهد بعت لي شو يعني طلاق بائن بينونة كبرى؟ فبعت له لو ماني شارحها بقفاها وانت بنفس الصورة اللي بعت لي اياها تبع الاستفسار والله رح احاول افتح لكم، لانه بوضوح شديد يبدو هذا الوسط ما بيزبط فيه حسن نوايا. هاي عامر فهد. فأنا المشروع أنا اللي قرأته، أنا اللي قرأت الرواية، أنا كنت قارئها بالأساس. وهو بيعرف لمين كان عم بيلجأ لحدا بيعرف شلون بيشتغلوا الإسلاميين وشلون بيشتغلوا جماعة اليسار وشلون بيشتغلوا جماعة السلطة. بعد ما ركبت له القصة وركبت له الأتموسفير وعملنا 6 حلقات كان طاير عقله فيهم، والمراسلات موجودة، وفي مقترح أنا كنت عامله وهو رافضه
بالبداية انه يكون العمل ما فيه مرحلتين، ما فيه اطفال. كان رافضه بالبداية ومتقاتل انا وياه قايل له ما بيزبط تجيب اطفال، ما نو صح، وقايل لي لا الحلقات اللي تقدموا لابو ظبي فيهم اطفال فخليهم مرحلتين. وقت اللي وصلت للسادسة وطاير عقله الزلمة قال بدنا نرجع لهي الرؤية تبعك يا عماد. خيو انا حليت الموضوع. نزل على سوريا، تاني نهار لا، ثالث نهار لا، رابع نهار حسيت انا في شي ريحه وسخه. باليوم الخامس بيقول لي انه رجع لحازم سليمان اللي كان قايل لي انه ما عرفان الله وين حاطه بالمسلسل. رجع. هلا انا بررت له لعامر فهد مثل ما قلت لكم، قلت لحالي بجوز الزلمه مسكوا حدا من جماعه الداخل قال له يا عامر هذا الزلمه اللي اسمه عماد نجار عليه مشاكل. هلا بس بعد ما طلع سامر رضوان موافق على مسلسله بالداخل، لا بدنا نفهم. هلا انا مستني لحتى متاكد انه اول 3 حلقات فيهم التوجه اللي انا عامله 100% كشكل درامي وكمرحلة زمنية. يعني حتى الأحداث اللي هي الرواية بتبلش بأحداث الثمانينات، فأنا اللي حاكي عن قصة حرب العراق. وعلى فكرة المشهد انحذف لأنه هذا أنا اللي كاتبه، يعني أنا اللي كاتب التوجه اللي ما شفته لأنه انحذف. وإنما أنا اللي قلت له شلون يعتمد المرحلة، وأنا اللي قلت له بسوريا ما في إخوان يا عزيزي، هي الرواية مكتوبة تلميح للإخوان. انا اللي رسمت له هي القصه الاستاذ عامر، وبالاخير اخذت 5000 عندي فيهم، $5000 عندي فيهم وصولة الارسال تبعه. واتفقنا بانه له الحق يعمل كل شيء الا انه ياخذ ارائي وافكاري وشخصياتي اللي انا خالقها. فقد يكون اللي اخذه لا يستحق كل هي الشوشره، وقد يكون اللي اخذه، لانه انا قلت لكم ما شفت غير 3 حلقات، انا كنت ناقل جديد على السويد لسه ما عندي انترنت. بس ال6 حلقات اللي نزل يوزع عليهم عامر فهد، لأنه الرواية موجودة، ال6 حلقات مع الشخصيات اللي لسه بدها تطلع أنا عاملهم. وصف الحارة طلبوا مني باليوم اللي نزل على سوريا، وبعد 3 أيام اعتذر مني بدون مبرر، وكان حابب ياكل علي المصاري مع انه نحن متفقين ماليا. انا مشكلتي انه وقت اللي قال لي داخل على الله وعليك قلت له على راسي وصلت. بس هي مشكلتي الوحيدة. بعد ب3 4 أيام الزلمة بيقول لي انه رجع لحازم سليمان وبده ياني دراماتورغ حازم سليمان، ورفضت. وهلا اذا طلع اخذ كم منيح من افكاري واخذ شخصيه واحده من الشخصيات اللي انا ضايفها ما انا موجوده بالروايه، انا رح اكشف كل هاي المراسلات، لانه هي لازم تنكشف بعيدا عن انه هو اخذ ولا ما انه اخذ. لازم نفهم شلون واحد بيخليك تقرا روايه وتناقشه وتشرح له اياها لمده شهر بصفتك الدراماتورغ، وبعدين بصفتك كاتب ما في كاتب غيرك بالمسلسل. شلون بيزبط انه بلحظه يقول لك انا رجعت لفلان وتعال صير دراماتورج؟ قلت له انا ما بصير دراماتورج على واحد. حازم سليمان بالمناسبه شو ما كان الظرف واحد نذل ولا يستحق انه يكون كاتب درامي، لانه بيعرف انه بعد ما هو اعتذر منه عامر على حلقه من مسلسل عندما تشيخ ذئاب، كان اسمه على فكره ذئاب منفرده، حتى انا اللي قلت له يعمل اسم الروايه نفسه احلى، كانوا مسمينه ذئاب منفرده، وعندي الورق انا اللي قلت له خليه عندما تشيخ الذئاب والعبوا كذا كذا. حازم سليمان واحد نذل، لانه نحن عنا عرف بالوسط الفني. انا ككاتب اذا بيجي واحد بيقول لي اكتب ورا فلان، انا بتصل بفلان وبقول له اذا ما في بيني وبينه مشكله. وانا بيني وبين حازم سليمان لا بعرفه ولا بيعرفني، بس هو بيعرف انه بعد ما اعتذر منه عامر فهد، عامر اجا وكتبت له 6 حلقات كان طاير عقله فيهم عامر. وهلا واحد بيقول لك مو مزبوط، بالكم المراسلات موجوده بجوز اكشفهم بعدين. وخلى يحكي معي عابد، وخلى يحكي معي سلوم من موبايله، وكنا ماشيين وفي بيناتنا محادثات انه نحن حتى المالي عماد عندي ولا شيء رح يصير بحيث انه هذا المسلسل ما نعمله سوا، لانه انا بلاك بضيع حرفيا. نزل على سوريا غير رايه. فانا رح اشوف عندما تشيخ ذئاب ورح احكي عنه. وانا عندي ما يكفي من الجرأة ومن النزاهة ومن الفروسية ومن الاخلاق لكي اكون واضحا وصريحا بانه هل هذا الشغل اللي مشتغلينه الشباب له علاقة بي، اللي انا كنت عم بعمله واللي انا اسسته واللي انا ضليت شهر عم بحكي انا وعامر فهد، بشتغل 8 9 ساعات 10 ساعات بالليل، ومرات اكثر مرات 12 ساعة، وبالنهار 4 ساعات عم بشرح له لعامر شو عم بعمل وليش وكيف. رح عندي من الفروسية ما يكفي لاقول انه هن اخذين 5% 10% 0% ولا اخذين 90% من التوجه. هلا هو بلا شك انا بال3 حلقات الاولى عندي ملاحظات في
أشياء عاملها حازم سليمان واضح، ما أنا موجودة بالورق تبعي، وإنما أنا عندي ملاحظات كمان نفس القصة، ملاحظات أخلاقية عليها. بس بهي البساطة. بس أنا راح أحكي على عندما تشيخ الذئاب، راح أشوفه، راح أحكي عنه، راح أحكي عن ترجمان الأشواق وصانع الأحلام، وراح أحكي عن مسافة أمان. بس هذا الحكي خلال شهرين ثلاثة القادمين، لأنه أنا كمان هلأ عم بنتهي من كتابة نصي وفايت تصوير بآخر الشهر القادم. ف يعني كل أسبوع راح أخذ لي بريك يومين ورا بعض، شوف فيهم واحد من المسلسلات وأعمل عنه بث مباشر. بس عندما تشيخ الذئاب مفروض إنه يكون فيه مستوى فكري كويس، لأنه الرواية منيحة، فيها مشاكل بس الرواية أكثر من منيحة. كويس. هلأ راح شوف، يمكن ما ضل شيء. طيب يا أصدقائي وصديقات، نحن ليش عم نحكي كل هذا الكلام؟ عم نحكي هذا الكلام لحتى نقول وببساطة شديدة الدراما هي اليوم أهم مدخل للتأثير بالناس، تحديدا السوريين. الدراما وحدة اللي بتقدر تغوص أعمق من الظاهري السطحي اللي عم نشوفه بنشرات الأخبار وعلى الفيسبوك. يعني على الفيسبوك